السلام عليكم طلابنا حبايبنا شبابنا الجميل شباب الصف الاول الثانوي. النهارده رجاله ميعادنا مع المحاضره اللي احنا قلنا عليها تبقى زياده ان شاء الله في نص الاسبوع. النهارده هنشرح الدرس السادس والدرس السابع، درس الاشعاع ودرس الضغط. درس جميل جدا، اتنين سهلين، مش عايزك تتوتر، اهدى خالص كده. الدرسين جمال جدا والدنيا لذيذه. هنشرح الدرس الاول اللي هو الاشعاع وبعد كده ناخد الواجب بتاعه، وملزمه كده كده معاك من الاسبوع اللي فات. بعد كده نشرح درس الضغط وناخد برضه الواجب بتاعه. فيلا بينا نشوف الدنيا اخبارها ايه. اول حاجه بقول لك تاثير الضوء والاشعاع الشمسي على البيئات البحريه. اول حاجه يا مستر الاشعاع الشمسي والضوء. بص يا رجاله، ايه هو الاشعاع الشمسي؟ سيادتك تعلم جيدا ان احنا عندنا حاجه اسمها الشمس، صح ولا لا؟ بص كده معايا، الشمس دي يا مستر بتخرج ايه؟ بتخرج اشعاع. حلو قوي الكلام ده، وبتخرج الحاجه اللي احنا عارفينها اسمها الضوء. بس انت غالبا فاكر عندك معتقدات كده غريبه، ايه هي؟ هو انت فاكر اللي بيوصل لنا من الشمس هو ده عباره عن الاشعاع بتاع الشمس كامل؟ طب انت فاكر ان اللي بيجي من الشمس ده عباره عن ضوء احنا بناخده كله؟ لا، احنا بناخد جزء معين من الضوء ده. النهارده هشرح لك الشمس بتخرج ايه، والضوء اللي بيوصل لنا ضوء عباره عن ايه، والدنيا كلها ماشيه ازاي. هنبدا كده مع بعض بالراحه. بيقول لك ايه؟ الاشعاع الشمسي الطاقه التي تنتجها الشمس والتي يصل بعضها الى الارض. طبعا الشمس بتخرج ضوء، حلو كده، بتخرج اشعاع. هل كله بيوصل لنا؟ لا، كله مش بيوصل لنا. ليه يا مستر؟ في حاجات في النص كده بتعمل له اعاقه. زي مين مثلا يا مستر؟ زي السحب. السحب بتعمل له اعاقه. ما السحب يا مستر بتحجب الضوء ساعات، صح لا؟ لو في سحب كتير بتحس الدنيا مغيمه. يقول لك الدنيا مغيمه ليه؟ عشان السماء فيها سحب كتير. يبقى اذا بكل بساطه في حاجات مش بتوصل لنا من الضوء كامله بسبب ان في عوائق في السماء فوق. زي مين يا مستر؟ زي مثلا السحب. حلو قوي الكلام ده. طيب يبقى اذا يا مستر اللي بيصل لينا على الارض هو ده عباره عن الضوء كامل؟ مستحيل يا مستر، ده جزء من الضوء. جزء من الضوء. حلو الكلام ده. يبقى الطاقه التي تنتجها الشمس اسمه اشعاع شمسي. الطاقه التي تنتجها ايه؟ الشمس. والتي يصل بعضها الى الارض. يبقى الضوء اللي بيصل الارض مش ضوء كامل، بيصل جزء معين بس من الضوء عشان في حاجات في السماء بتعمل له اعاقه زي السحب مثلا. بس دي مش عليك. طيب الشمس هي المصدر الاساسي للطاقه في معظم العمليات. ليه بقى؟ اي عمليه بتحدث في الغلاف الجوي، يعني اي حاجه بتحدث في الغلاف الجوي عموما كده، او اي حاجه بتحصل في الغلاف المائي، او اي حاجه بتحدث في المحيط الحيوي. يعني احنا عندنا في المحيط الحيوي مثلا ايه؟ عندنا في المحيط الحيوي، المحيط الحيوي عندنا بني ادمين وحيوانات ونباتات بتستخدم الضوء في ايه؟ انها تعمل الجسم بتاعها وتكون الطاقه وتكون الغذاء. زي النباتات بتعمل حاجه اسمها تمثيل ضوئي. النباتات بتاخد الشمس وتعمل الغذاء بتاعها، صح ولا لا؟ طب في البيئه المائيه، الغلاف المائي نفس الفكره. هناخد كمان شويه ان النباتات بتعتمد على الضوء عشان تعمل الغذاء بتاعها. مش بس كده، ايه تاني يا مستر؟ الغلاف الجوي. في الغلاف الجوي عندنا غازات، وفي حاجات بتعتمد برضو على الشمس. طيب يبقى الشمس هي مصدر الطاقه في الغلاف الجوي والغلاف الحيوي والغلاف المائي. بص بقى، يمكن تحويل الاشعاع الشمسي الى اشكال اخرى من الطاقه. دي طبعا كلنا عارفينها. في ناس يا مستر دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها الخلايا الشمسيه. بيجيبوا حته معدن كده ويحطوا فيها معدن من جوه اسمه معدن السيليكون. بص كده، بيجيبوا لوح معدني ويحطوا جوه معدن اسمه السيليكون، ويحطوا السيليكون جواه. الشمس بقى تيجي تسقط على السيليكون ده، او تسقط على حاجه اسمها الخلايا الشمسيه او الخلايا الكهروضوئيه، وتقوم تخرج لنا ايه؟ تخرج لنا الكترونات. الالكترونات دي عباره عن ايه بقى؟ عباره عن حاجه اسمها تيار كهربي. مش احنا بنسمع ان في ناس بتعرف تولد الكهرباء عن طريق الشمس؟ هي دي الفكره كلها، اسمها خلايا شمسيه. يبقى انا يا مستر ممكن ايه؟ ممكن احول الشمس الى اشكال اخرى من الطاقه مثل الحراره والكهرباء. ممكن استخدم الشمس في طاقه حراريه، ان الشمس تجي لنا احط عندنا معدن، المعدن ده يسخن فيولد حراره، صح ولا لا؟ ممكن الشمس تنزل عندنا احط معدن جواه السيليكون، السيليكون يديني كهرباء. يبقى اذا انا ممكن احول الطاقه الشمسيه الى طاقه حراريه او طاقه كيميائيه، سوري، او طاقه كهربائيه. تاني كده، ممكن احول الطاقه الشمسيه الى طاقه حراريه اسخن بيها اي حاجه، او ممكن احول الشمس الى مصدر كهرباء عن طريق حاجه اسمها الخلايا الشمسيه. بعد كده بيقول لك يعتبر الضوء هو الطيف المرئي. بص كده، جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. بص يا معلم بقى، الحاجه اللي بتيجي من الشمس دي، الضوء اللي خارج من الشمس او الاشعاع بتاع الشمس، اكتب دي عندك كده ملزمتك واكتب ورايا. الاشعاع، بص كده، بص معايا كده، الاشعاع. الاشعاع بتاع الشمس ده يا رجاله اللي خارج من الشمس ده يسمى ايه؟ يسمى اسمه حاجه اسمها الطيف الكهرومغناطيسي. يبقى الشمس بتخرج اشعاع اسمه الاشعاع ايه؟ اسمه الاشعاع او الطيف الكهرومغناطيسي. تاني كده، يبقى الشمس بتخرج اشعاع اسمه ايه؟ اسمه الطيف الكهرومغناطيسي. طيب تعالى بقى اوريك حاجه. بص كده معايا، الطيف الكهرومغناطيسي اخباره ايه؟ ينتشر على هيئه امواج كهرومغناطيسيه. يبقى الضوء اللي الشمس بتخرجه، الضوء بتاع الشمس او الاشعاع بتاع الشمس اسمه ايه؟ اسمه امواج كهرومغناطيسيه. تختلف عن بعضها في الطول الموجي والتردد. مش قصتنا، مش قصتنا خالص. بص كده، يمثل الضوء المرئي جزء صغير من الطيف. بص يا معلم بقى، بص كده، ده كله كده، الحته دي كلها كده اسمها الطيف الكهرومغناطيسي. الطيف الكهرومغناطيسي من كام لكام يا مستر؟ الطيف الكهرومغناطيسي بيبدا من هنا
بينتهي هنا. هو ده عباره عن الطيف الكهرومغناطيسي، ده اسمه كله الطيف الكهرومغناطيسي. عباره عن بقى بص عباره عن اكس رايز، وعباره عن مايكروويفز، وعباره عن راديو ويفز، اشعه راديو، وعندنا اشعه سينيه والكلام ده كله. ده كله اسمه الطيف الايه؟ اسمه الطيف الكهرومغناطيسي. حلو الكلام ده كده. طب احنا بيوصل لنا في الارض، او احنا بنقدر في الارض عندنا هنا احنا كبني ادمين بيقدر يوصل لنا قد ايه؟ احنا بيوصل لنا مثلا جزء صغير من الطيف الكهرومغناطيسي اسمه طيف مرئي، ده اللي انا وانت نقدر نشوفه. يبقى احنا بنقدر نشوف ايه؟ احنا بنقدر نشوف يا مستر، احنا كبني ادمين بنقدر نشوف جزء من الطيف الكهرومغناطيسي. عشان كده سميناه طيف مرئي. ليه سميته طيف مرئي؟ عشان حاجه بعرف اشوفها. يبقى احنا كبني ادمين بنشوف حاجه اسمها الطيف المرئي. بص معايا كده، يمثل الضوء المرئي او الطيف المرئي، يمثل الضوء المرئي او الطيف المرئي، يمثل جزء صغير، جزء صغير منين؟ من حاجه اسمها الطيف الكهرومغناطيسي. يبقى الضوء بتاع الشمس اسمه طيف كهرومغناطيسي. الطيف الكهرومغناطيسي عباره عن اطوال موجيه وحاجات ليها تردد. احنا بيوصل لنا ايه؟ احنا بيوصل لنا يا مستر، او احنا بنقدر نشوف كمان ادمين، بنقدر نشوف جزء صغير بس من كل الطيف ده. اللي احنا بنشوفه اسمه ايه؟ اسمه طيف مرئي. يبقى تاني كده مع بعض، يبقى الاشعاع بتاع الشمس، الاشعاع بتاع الشمس اسمه ايه؟ اسمه طيف كهرومغناطيسي. حلو الكلام كده. طب هل هذا الاشعاع بيصل كل الارض؟ مش بيصل كل الارض، بيصل منه جزء بس الارض. حلو. طب مش بيصل كله ليه؟ انا براجع، ها، مش بيصل كله ليه؟ عشان الشمس بتحجب جزء من الاشعه. طب حلو الكلام ده مثلا، الاشعاع بتاع الشمس، اشعاع بتاع الشمس اسمه اسمه طيف كهرومغناطيسي. اكتب عندك كده، اشعاع الشمس كامل اسمه طيف كهرومغناطيسي. طب احنا بنقدر نشوف الطيف ده كله؟ لا، بنشوف جزء بس من الطيف. الجزء اللي احنا بنشوفه اسمه طيف مرئي، يعني حاجه مرئيه اقدر اشوفها. طيب يبقى احنا بنشوف طيف مرئي. احنا بنشوف ايه بقى يا مستر؟ احنا بنشوف من اول 350 نانومتر لحد 800 نانومتر. يبقى اللي احنا بنقدر نشوفه كبني ادمين بنشوف ايه؟ بنشوف من اول 350 لحد كام؟ لحد 800. مش مشكله كده. احنا بنشوف ايه يا مستر؟ بنشوف الاحمر والبرتقالي والاصفر، لازم تحفظهم، ها. بنشوف احمر برتقالي اصفر، بعد كده اخضر ازرق نيلي بنفسجي. مين دول يا مستر بقى؟ اسمهم الوان الطيف السبعه. دول عباره عن ايه يا مستر؟ الوان الطيف السبعه. يبقى الوان الطيف السبعه كام لون؟ 7 الوان. بص كده معايا، احمر اهي، احمر برتقالي اصفر، ازرق اخضر نيلي بنفسجي، احمر برتقالي اصفر، اخضر ازرق نيلي بنفسجي. لازم تحفظهم كويس جدا. دول الوان الطيف، دول اللي انا اقدر اشوفهم. واعتقد انت فاكر من ثالثه اعدادي بشوفهم بحاجه اسمها جهاز المنشور الثلاثي، صح ولا لا؟ حلو الكلام ده. يبقى تاني راجع مع بعض بسرعه كده، الاشعاع بتاع الشمس مش بيصل كل الارض. مش بيصل كله ليه؟ في حاجات بتحجبه، حاجات زي مين؟ زي السحاب. حلو الكلام ده مثلا. طب اشعاع الشمس اسمه ايه؟ اسمه طيف كهرومغناطيسي. طب هل الطيف الكهرومغناطيسي ده بنقدر نشوفه كله؟ مش بنشوفه كله، بنشوف جزء منه. طب اللي احنا الجزء احنا بنشوفه ده اسمه ايه؟ اسمه طيف مرئي. طب ده من كام لكام؟ من 350 لحد 800، اللي هم اسمهم الوان الطيف. ايه هم الوان الطيف بقى؟ احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. طيب كده احنا خلصنا حته مهمه اهي. يبقى احنا بنشوف من فين لفين بقى؟ بنشوف جزء صغير، الحته اللي في النص دي بس. طب بقول لك يا مستر، كمل كده معانا. شكل الدرس سهل وجميل وهنحب الحصه النهارده. بص بقى، ويمكن تصنيف الاشعاع الشمسي الذي يصل الارض قسمين. الاشعاع اللي بيصل الارض ده بينقسم قسمين. بص كده معايا، لا اما اشعاع شمسي مباشر، لا اما اشعاع شمسي غير ايه؟ غير مباشر. يعني ايه يا مستر اشعاع شمسي مباشر وغير مباشر؟ اول حاجه نبدا مباشر، هو ذلك الاشعاع الذي يصل لسطح الارض دون ان ينتشر قبل وصوله. يعني ايه يا مستر؟ يعني خرج من الشمس، خرج من الشمس وصل للارض ومفيش حد لمسه، ولا سحابه عطلته، ولا حد عمل له حجب، ولا حد عمل له اعاقه. خرج من الشمس نزل الارض مره واحده. ده اسمه ايه؟ اسمه اشعاع شمسي مباشر. طب في حاجه اسمها ايه؟ اشعاع غير مباشر. ليه بقى يا مستر غير مباشر؟ هو الضوء الذي تشتت اثناء مرور الغلاف الجوي. في ضوء وهو جاي بالغلاف الجوي، حد بقى عمل له تشتت، خبط في حد، لمس في حد، حد اثر عليه، كان في قدامه سحابه غيمته، الكلام ده كله. يبقى احنا عندنا يا مستر اول حصه قلت لك ايه؟ احنا مش بيصل لينا اشعاع كامل، صح؟ بيصل لينا جزء من الاشعاع. ليه؟ لان في حاجات بتحجبه. حلو الكلام كده. طب لو الاشعاع وصل كله يبقى اسمه ايه؟ اشعاع شمسي مباشر، خرج من الشمس جه عندنا كله. طب لو حد حجبه يبقى اسمه اشعاع غير مباشر، هو الضوء الذي يتشتت في السماء قبل وصوله للارض. طيب بص كده معايا، تعتمد كميه الاشعاع التي تصل للارض. دلوقتي الشمس اللي بتجي لنا دي بتعتمد على حاجات، ايه هي يا مستر؟ اولا يا مستر الحته دي صعبه شويه. الشمس اللي بتجي لنا من السماء دي وبتصل لينا كلها، هل بتصل لينا كلنا بنفس الحاجه؟ يعني هل الشمس اللي موجوده في مصر زي في الصومال، زي في اوروبا، زي في امريكا، زي في اسيا؟ اعتقد لا. يبقى الشمس اللي بتصل لينا او الاشعاع بتاع الشمس اللي بيصل لينا بيختلف. طب بيعتمد على حاجات ايه بقى؟ ايه الحاجات اللي بيعتمد عليها؟ اول حاجه بيعتمد على الموقع الجغرافي. ركز معايا كده، المناطق اللي عند خط الاستواء زي بلاد افريقيا الشمس عموديه عليها، فالشمس بتصل ليها بنسبه كبيره. لكن بلاد زي امريكا واوروبا الشمس عندها مش بتيجي كتير قوي زي عندنا، عندهم كده في الشتاء تلاقي الدنيا ساقعه في الشتاء. يبقى اذا الموقع الجغرافي على الخريطه بيأثر على الاشعاع. يبقى اذا بلاد زي افريقيا الاشعاع بيصل ليها مباشر تقريبا. طب بلاد زي امريكا واوروبا والناس دي
الاشعاع مش بيصل كله، بيتشتت قبل وصوله. يبقى الموقع الجغرافي بتاع الدول بيأثر على الاشعاع، في بلاد حر قوي في بلاد ساقعه طول السنه. يبقى اول حاجه الموقع الجغرافي بتاع الدول بيأثر. الحاجه الثانيه الموسم. احنا في مصر مثلا، هل في مصر عندنا موسم الصيف زي الشتاء في الشمس؟ لا، الشتاء في الشمس بتكون قليله، او الشمس سوري في الشتاء بتكون قليله، لكن الشمس في الصيف بتكون ايه؟ بتكون عاليه جدا. يبقى اذا الموسم بيختلف. يبقى اول حاجه الموقع الجغرافي يختلف. في بلاد بتقع عند خط الاستواء حر جدا، بلاد بتقع في القطبين او امريكا واوروبا والكلام ده بلاد بتكون ساقعه، يبقى ده موقع جغرافي. الحاجه الثانيه الموسم يا مستر، افتكر عندك كده، اكتب عندك كده، الصيف مش زي الشتاء. طب الحاجه الثالثه يا مستر الوقت من اليوم. حلو الكلام ده. الشمس بتكون حر قوي قوي الساعه 12 واحده، يقول لك ذروه الظهر. لو انت جاي لك ايه، لو انت خارج يقول لك ايه، ما تخرجش الظهريه، استنى كده العصر يجي يكون الدنيا هديت شويه. يبقى الوقت من اليوم صعب. الشمس بتبدا تطلع الصبح، تبدا تزيد سنه سنه، تيجي على الساعه 12 كده واحده في عز الصيف تلاقي الجو ايه، يقول لك حر اياله. ايه الحر اياله ده؟ يعني الشمس فظيعه جدا بره، انا هخرج بعد العصر تكون الشمس بدات تغيب. يبقى الوقت من اليوم بيفرق. الشمس الصبح مش زي الشمس الظهر، مش زي الشمس بالليل، او مش زي الشمس العصر. يبقى وقت من اليوم بيفرق. طب الغطاء السحابي، طبعا لو كان في سحب كتير بتقدر تحجب الشمس، يبقى الشمس مش هتصل لنا كلها. تاني كده، لو كان في غطاء سحابي كبير يبقى اذا الشمس مش هتصل كلها، هيصل جزء من الشمس، لان السحب دي هتعمل لها زي ما يكون كده ايه، حجب او منع. الدنيا النهارده مغيمه. مغيمه ليه؟ اصل السحب في السماء كتير. مش هنسمع الكلمه دي، يقول لك اصل احتمال تمطر بقى، السماء مغيمه فالشمس النهارده قليله فممكن تمطر. تاني حاجه مثلا ارتفاع عن سطح الارض. طبعا في بلاد بكل بساطه بتكون عندها ارتفاع عن سطح الارض كبير جدا، يعني في بلاد بتكون عايشه فوق مستوى سطح البحر بنسبه كبيره، ودي هتفهمها احسن في درس الضغط. في البلاد كلها مش متساويه، في بلاد فوق بلاد تحت، كلنا مش متساويين. في بلاد بتطلع لها زي الجبال، الحاجات دي كلها. كل ما كان الارتفاع عن سطح الارض كبير بيأثر. اعتقد مثلا بلاد موجوده تحت خالص واطيه قوي، ففي مسافه كبيره بينها وبين الشمس، فالشمس مش هتصل قوي. في بلاد على مرتفعات عاليه، حلو كام كده، الشمس بتقدر تصل بدرجه كبيره. يبقى الحاجه الثانيه عندنا الارتفاع عن سطح الارض. دي عوامل بتأثر على كميه الشمس اللي جايه. يبقى كميه الشمس بتزداد امتى؟ كميه الشمس بتزداد لو كنا مثلا عند خط الاستواء، يبقى موقع جغرافي. طب كميه الشمس بتزداد موسم الصيف. طب كميه الشمس بتزداد وقت الظهريه. طب الغطاء السحابي، لو الغطاء السحابي زاد يبقى كميه الشمس بتقل، لان الغطاء السحابي بيمنع الشمس انها تيجي عندنا. الارتفاع عن سطح الارض، كل ما ارتفعنا عن سطح الارض الشمس بتكون عاليه. حلو قوي الكلام ده. طيب الاشعاع الشمسي بقى تاثيره على البحر. انا اصلا جاي اتكلم عن الميه، لان الباب الاول كله اسمه غلاف مائي. يا ترى الشمس هتعمل ايه في الميه؟ ده اللي هتكلم عنه النهارده. ركز معايا كده بسم الله. عوامل او عوامل ايه؟ عندما يخترق ضوء الشمس سطح الماء. لما ضوء الشمس بيخترق سطح الميه، ادي عندنا هنا ميه اهي، ركز معايا كده، ادي عندنا هنا كده ميه، وادي ضوء الشمس هيخترق سطح الميه. بينقسم عندنا ثلاث حاجات. في جزء بيتشتت بينزل اعماق، يعني بيتشتت بقى، يعني بيروح في كذا اتجاه مختلف، ده بينزل اعماق. في جزء بيمتص، واضح جدا ان الاشعاع بتاع الشمس هيمتص فوق على السطح. في جزء بيمتص، يعني في جزء الميه بتمتصه. الميه بتمتص ايه بقى؟ الميه بتمتص، او سوري كده، عندنا جزء يمتص بواسطه الماء، وده بيكون عند السطح، قريب من السطح، قريب من سطح الميه كده، سطح الميه من فوق. الاشعاع بينزل، الميه بتمتصه. حلو الكلام. او مواد عالقه والنباتات المائيه. النباتات بقى اللي موجوده هنا على سطح الميه، في نباتات، بص كده، على سطح الميه في نباتات اهي، في نباتات على سطح الميه، وفي نباتات هنا. النباتات دي يا مستر بتعمل ايه؟ النباتات دي بتمتص ايه؟ بتمتص الضوء. ليه؟ عشان تعمل الغذاء بتاعها. تعتمد على الضوء انها تعمل الغذاء بتاعها. يبقى اذا الضوء يا مستر اللي بينزل من الشمس هو نازل على البحر، ليه كام سكه؟ ليه ثلاث سكك. يا اما الضوء ينزل بتاع الشمس وينزل في الاعماق يتشتت، يا اما الضوء بتاع الشمس ينزل وعلى سطح الميه يحصل له حاجتين. على سطح الميه يا اما الميه تمتصه على السطح، وهناخدها كمان شويه، يا اما مين تاني بيمتصه يا مستر؟ اللي بيمتصه النباتات المائيه. يبقى الضوء بينزل بيحصل له حاجتين، يا اما يتشتت يا اما يمتص. لو هيتشتت بيتشتت في الاعماق، ناخدها كمان شويه بالتفصيل. لو الضوء هيتشتت يتشتت في الاعماق. طب لو الضوء هيمتص، في اتنين بيمتصوا الضوء. مين يا مستر بيمتص الضوء؟ يا اما الميه تمتص الضوء وده بيكون في سطح الميه، يا اما النباتات المائيه اللي برضه قريبه من السطح بتمتص الميه. تمام كده؟ زي الفل. عم نركز ونشوف الحته دي مهمه جدا جدا، من اهم السلايد اللي عندنا. المناطق الضوئيه في الميه، كلما زاد العمق تقل شده الضوء. معروفه جدا يا مستر، انت قلت لنا المره اللي فاتت كل ما انزل تحت اكتر عندنا هنا عمق، عندنا عمق، كل ما كان عندي حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها ظلام، صح؟ ده عشان كده بجيب سمك عيونه كبيره قوي عشان يقدر يشوف في الضلمه. طيب كلما زاد العمق زاد الايه؟ كلما زاد العمق عندنا زاد الظلام. اول حاجه المناطق المضيئه، واضح جدا ان المنطقه المضيئه هتكون المنطقه السطحيه، دي اسمها منطقه سطحيه، واضح جدا انها منطقه ايه؟ واضح جدا انها منطقه مضيئه، منطقه سطحيه، ضوء الشمس نازل عليها بتكون منوره، وانت حتى لو نزلت كده عمت في الميه وفتحت عينك ممكن تعرف تشوف.
على عمق مثلا متر 2 متر او عمق متر يا عم، دي اسمها مناطق سطحيه تقدر تشوف فيها كويس. طب مناطق الشفقيه، المناطق الشفقيه دي مناطق متوسطه في النص، يعني الضوء فيها مش احسن حاجه والضلمه مش احسن حاجه، يعني ممكن كده بكشاف صغير تضبش كده الدنيا تيجي معاك، دي اسمها مناطق ايه؟ مناطق الشفقيه. مناطق الشفقيه مناطق الوسط، وسط البحر. في بقى منطقه الاعماق، ده المكحل يا معلم. منطقه الاعماق، بص الاعماق ده المكحل. يبقى انا عندي مصر البحر بيتقسم 3 مناطق، السطح منور، هي سهله جدا خدها بالحب كده. مناطق السطحيه، مناطق السطحيه بتكون مناطق منوره فيها ضوء. طب مناطق يا مصر الشفقيه دي في النص، في نص البحر، الضوء فيها متوسط، بص كده متوسطه العمق الضوء بيكون متوسط. طب مناطق مظلمه زي الاعماق، الاعماق ده المكحل، كحل في الاعماق، عشان كده بعمل عيون واسعه لو انت فاكر. طيب بص معايا الحته دي، الحته دي مهمه قوي 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 قوي. عندما تسقط اشعه الشمس على مياه البحر قلنا بيحصل حاجتين صح؟ لا اما تمتص لا اما يعكس جزء منها. ركز معايا الحته دي مهمه قوي كده. بص كده، عندما تسقط اشعه الشمس على مياه المحيط فان سطح الماء يمتص جزء منها او يعكس جزء منها على السطح مره اخرى. ادي يا باشا عندنا البحر اهو، حلو الكلام. الشمس بتاعتنا نزلت، حلو الكلام كده. ركز معايا عشان يحصل هنا، يحصل 3 حاجات. ايه الحاجات اللي يحصلوا؟ الشمس نزلت، ادي يا باشا الشمس نزلت عندنا هنا. في جزء مصر من الشمس نزل، حصل له ايه مصر؟ حصل له امتصاص هنا، امتصاص في السطح. يبقى جزء من الشمس حصل له امتصاص في السطح، حلو الكلام كده. وفي جزء من الشمس ده حصل له ايه مستر؟ في جزء من الشمس لما نزل عندنا هنا انعكس مره ثانيه، عمل كده حاجه اسمها زاويه انعكاس. ما اعرفش خدتوها قبل كده في العلوم ولا لا، بس هي كانت موجوده عندكم او هتدرسوها في الفيزياء تقريبا او العلوم، يا اما الفيزياء في ثانيه ثانوي يا اما خدتوها في العلوم قبل كده. في حاجه بتنزل بيقول لك ايه، لو الضوء سقط بزاويه كذا ينعكس بزاويه كذا، اعتقد خدتوها في العلوم. لو الضوء سقط بزاويه بينعكس مره اخرى، الضوء نزل كده على البحر اما انعكس مره ثانيه زي المرايه. البحر زي المرايه، مش المرايه الضوء لما بسقط عليها بتنعكس الناحيه الثانيه، نفس الفكره بالظبط. طيب يا اما في جزء يا مستر بيحصل له ايه بقى؟ هم 3 اسهم، في سهم كده، في سهم امتص خلاص، في سهم حصل امتصاص في السطح، وفي سهم انعكس، في واحده ثالثه لسه هشرحها ورا، رقم 3 بقى بيتشتت. في جزء يا مستر بيحصل له ايه؟ بيتشتت فيه. بص كده، ده عباره عن ايه بقى؟ عباره عن حاجه اسمها التشتت. التشتت في مستر في الاعماق. يبقى ضوء الشمس يا مستر بيحصل له كام حاجه يا مستر؟ بيحصل له يا مستر ضوء الشمس 3 حاجات. يا اما ضوء الشمس يا مستر يسقط، يا اما يمتص في السطح. يمتص في السطح بواسطه حاجتين قلناهم من شويه، يمتص الضوء في السطح بواسطه الميه او يمتص في السطح بواسطه النباتات. يا اما في ضوء بينعكس مره اخرى بيرجع مره ثانيه فوق، يا اما في ضوء يا مستر بيتشتت في الاعماق. يبقى كده الضوء يا مستر بتاع الشمس لما يسقط عنده كام مسار؟ 3، يا اما ينعكس يا اما يمتص يا اما يتشتت. طيب وادي يا مستر بالنسبه لنا ادي الضوء اهو. بص كده الاحمر والبرتقالي غالبا يا مستر فين؟ الاحمر والبرتقالي اخرهم منطقه السطح، هرجع دي كمان شويه. الاحمر والبرتقالي اخرهم منطقه السطح، حلو كام كده. الاصفر بينزل تحت شويه، الاخضر بينزل تحت اكتر، اكتر لون بينزل تحت خالص هو اللون الازرق. هناخدها كمان دقيقتين، هرجع للرسمه دي تاني. بص كده الحته الحلوه دي، تعتمد كميه الطاقه التي تخترق سطح الماء على الزاويه التي تسقط ايه؟ التي تسقط بها اشعه الشمس. يبقى كميه الطاقه معتمده على الزاويه، ركز الحته دي كويس كده. كمية الضوء التي تخترق سطح الماء تكون كبيرة عندما تسقط أشعة الشمس عمودية. بكل بساطة يا رجالة، ثانية واحدة كده، بس نقفل بس الموبايل عشان احنا بنصور. معرفش بقى نمنتجها ولا هنسيبها، غير ممكن نمنتجها في الآخر. بص كده بيقول لك إيه؟ كمية الضوء التي تخترق سطح الماء تكون كبيرة عندما تسقط أشعة الشمس عمودية. لو أنا عندي يا مستر البحر عامل كده، حلو كام؟ وأشعة الشمس سقطت عمودية، أدي يا مستر أشعة الشمس سقطت ايه؟ سقطت عموديه. لو سقطت عموديه مثلا كميه ضوء ايه؟ كميه ضوء ايه؟ كميه الضوء كبيره. يبقى لو اشعه الشمس سقطت عموديه كميه ضوء ايه؟ كميه ضوء كبيره. بص كده، كميه الضوء التي تخترق سطح الماء تكون كبيره لو سقطت عموديه. يبقى لو سقطت عموديه بتكون الكميه كبيره، نزلت عمودي مره واحده كانك ماسك كده قلم وحاطط عمودي في نفس الاتجاه قام راشق في الراجل. يبقى تكون امتى يا مستر كبيره؟ لما تكون عموديه. طب بص قال لك ايه بقى؟ قال لك يا مستر بص كده، تقل كميه الضوء لو كان ايه؟ لو كان نازل بزاويه مائله، دي بالنسبه لنا زاويه مائله. لو كان نازل بزاويه مائله قال لك تقل كميه الضوء. يبقى انا لو سلطت الضوء على البحر بشكل عمودي يبقى الكميه اللي هتنفذ للبحر كميه كبيره. طب لو سلطت الضوء بشكل يا مستر مائل، الكميه اللي هتصل للبحر كميه قليله. حلو قوي الكلام ده. طب بص الحته دي، يمتص الماء، ركز الحته دي مهمه جدا جدا بقى. يمتص الماء كل الاشعه تحت الحمراء تقريبا على عمق 10 سم. الحته دي مهمه جدا جدا جدا. فهمنا دي كده خلاص؟ عايز امسحهم بس عشان عايز ارسم بحر. خلاص بقى. بص يا باشا، صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. ادي يا باشا عندنا ايه؟ ادي عندنا يا باشا بحر اهو. بص كده،
على عمق 10 سم. على عمق 10 سم تمتص كل الاشعه تحت الحمراء. يبقى على عمق 10 سم ايه بيحصل يا مستر؟ على عمق 10 سم تمتص كل الاشعه تحت الحمراء. اوعى تنساها، هتيجي في الواجب قد كده. يبقى على عمق 10 سم تمتص كل الاشعه تحت الحمراء. حلو الكلام ده. طب مستر، هو على عمق 10 متر لو نزلنا اكتر 10 متر، عمق كام متر؟ عمق 10 متر. لو نزلنا 10 متر يا مستر، بص كده، لو نزلنا 10 متر يا مستر يمتص اكثر من 50% من طاقه الضوء المرئي. ركز معايا كده. شفت الضوء المرئي اللي عندنا ورا ده؟ هنرجع له تاني كده. شفت الضوء المرئي ده؟ ده الضوء المرئي اللي هو الضوء الابيض ده. الضوء المرئي ده يا باشا، الضوء المرئي ده، ركز معايا كده شويه. الضوء المرئي ده يا مستر، ماله يا مستر الضوء المرئي؟ الضوء المرئي ده يا مستر بيمتص 50% منه، بص 50%، النص، عند منطقه الاعماق. يبقى اذا يا مستر عند منطقه السطح، عند منطقه السطح اللي هي قد ايه يا مستر؟ اللي هي عباره عن 10 سم. مين يا مستر عندنا؟ اشعه تحت الحمراء. يبقى على منطقه السطح على ارتفاع 10 سم بتمتص كل تحت الحمراء. طب عايزين ننزل يا مستر 10 متر، لو انا هنزل 10 متر يا مستر يبقى الضوء ده جاي 100%، هناخد 50% منه بس. يبقى على عمق 10 متر يمتص 50% فقط. طب حلو الكلام ده. طب لو نزلنا في القاع يا مستر بيمتص 1% بس. كاني بقول لك ايه بالظبط كده؟ كل ما انزل تحت الكميه بتقل. لو انا على 10 سم، لو انا على 10 سم، 10 سم من سطح الميه، يعني 10 سم يعني يا دوبك، يعني اقل من ارتفاع القلم ده. يعني مثلا ممكن نقول 10 سم هم دول على مسافه 10 سم من البحر تمتص كل تحت الحمراء. طب نزلنا في البحر من تحت يا مستر 10 متر، نزلنا 10 متر هيمتص 50% بس من الضوء. طب نزلنا يا مستر في القاع خالص تحت هيمتص قد ايه؟ هيمتص 1% بس. يبقى انا كل ما انزل تحت كميه الضوء بتقل. يبقى تاني كده يا رجاله مع بعض، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. بسم الله. بص كده معايا يا باشا، معلم يا معلم كده معايا. على 10 سم اشعه تحت حمراء. طب على 10 متر يا مستر هيصل 50% بس يا مستر من الضوء المرئي. اللي هو ايه الضوء المرئي ده؟ اللي هم السبعه بتوعنا، اللي هم احمر برتقالي اصفر اخضر ازرق نيلي بنفسجي. يبقى تاني مع بعض كده، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى احنا عندنا على عمق 10 سم اشعه تحت حمراء. طب على العمق يا مستر 10 متر عندنا يا مستر 50% فقط. طب لو نزلنا الاعماق، الله اعماق تحت خالص، قال له تحت خالص في الاعماق، على عمق قد ايه؟ قال له على عمق 100 متر. قال لي ياه ده عمق كبير قوي. قال له اللي هيصل 1% بس. يبقى احنا كده بنقسم الاعماق كام حاجه؟ ثلاث حاجات. سوري، بنقسم الميه كام حاجه؟ ثلاث حاجات. 10 سم تحت حمراء، نزلنا يا مستر 10 متر 50% فقط. طب نزلنا يا مستر تحت 100 متر يبقى 1% بس من طول الموج اللي بينزل. عشان كده غالبا يا مستر اللي بينزل تحت بيكون لون ازرق. اللون الازرق يا مستر هو اللي بينزل تحت اكتر. عشان كده البحر بيشوفه ازرق. انت كنت فاكر غلط، انت كنت فاكر ان الميه لونها ازرق او عشان مثلا السماء زرقاء فالبحر بيكون ازرق. لا يا حبيبي، بكل بساطه يا رجاله، البحر ازرق ليه؟ عشان اللون اللي بيقدر ينزل تحت هو اللون الازرق. ايش هي بتمتص يا مستر عندنا اللون الازرق فهو اللي بيبان عندنا. طيب يبقى احنا عندنا كده، بص قال لك هنا ايه؟ ولكنه يؤثر ايضا على شده الضوء، حيث تقل شده الضوء تدريجيا اثناء انتقاله. فعند عمق 10 متر يمتص الماء اكثر من 50% من طاقه الضوء المرئي. حلو كام كده؟ في المياه الاستوائيه الصافيه لا يصل سوى حوالي 1% فقط من الضوء المرئي، معظمه في النطاق الازرق. يبقى مثل اللون الازرق ده هو اللون الوحيد اللي بيصل للاعماق، عشان كده البحر بنشوفه ازرق. طيب العمق 100 متر، يبقى اذا بكل بساطه قسمناها خلاص. عمق 10 سم تحت الحمراء، عمق 10 متر 50% فقط من الضوء المرئي. في الاعماق يا مستر عندنا كام في المية؟ 1% اللي هو اللون الازرق. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. طيب تعالى ادي طبعا الرسم متوضح اهي، لو خدت بالك كده ده بس مناطق الايه؟ دي مناطق يا مستر زي مناطق السطح، سطح الميه اهوت. حلو كام كده؟ كل ما انزل تحت عامه بيقل. مين بقى اللي مكمل معانا؟ خدت بالك كده؟ الازرق. بص الازرق اهو، ادي الازرق اهو. اعمل لك حركه حلوه، تعالى اعمل لك حركه حلوه. بص كده، مين بقى في الاعماق اللي كمل معايا؟ اللي كمل معايا مين؟ اللي كمل معايا مستر في الاعماق اللون الازرق. بص كده، اشعه تحت الحمراء غالبا خلصت فوق سنه سنه يا مستر، بدا عندنا اشعه تقل لحد مين بقى نزل عندنا؟ مين كمل لتحت بقى يا مستر؟ الاحمر كمل؟ لا. الاصفر كمل؟ لا. الاخضر ما كملش. مين اللي كمل؟ اللي كمل الازرق. الازرق يا مستر هو اللي بس الاعماق، وده عباره عن يا مستر 1% بس من طول الموجي. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. في حته هنا مهمه لو نسيتها همرجحك والله هنفخك. بص بقى، يمتص الماء الالوان الدافئه مثل الاحمر والبرتقالي، ودي ذات طول موجي طويل. افتكر اوعى تنساها. الاحمر والبرتقالي ذات طول موجي ايه؟ طول موجي طويل. تاني كده، احمر وبرتقالي ذات طول موجي طويل. ويشتت الالوان الاكثر بروده مثل النيلي والبنفسجي. النيلي والبنفسجي بقى بيحصل لها تشتت. مش احنا قلنا من شويه يا مستر ان في الضوء المرئي ده، الضوء المرئي ده لما بينزل الميه بيحصل له ثلاث حاجات. في جزء من الضوء المرئي بيمتص، فاكر ما قلت لك كده؟ في جزء من الضوء المرئي بيمتص. مين بقى اللي بيمتص في السطح؟ اللي بيمتص في السطح هو الاحمر والبرتقالي. ده بيمتص في سطح الميه، ودي النباتات بتستخدمه عشان تعمل الغذاء بتاعها. يبقى النباتات بتعمل الغذاء بمين؟ النباتات بتعمل الغذاء بالاحمر والبرتقالي ذات طول موجي طويل، اسمها الوان دافئه، دي موجوده على سطح الميه.
حلو الكلام كده. افتكر الوان دافئه على سطح الميه، بينما الوان اكثر بروده عشان بتنزل تحت في القاع. حلو الكلام كده. مستنيلي وبنفسجي دي طول موجي قصير، دي بتتشتت. مش احنا قلنا من شويه في ضوء مرئي بينزل على سطح الميه، على سطح الميه في ضوء مرئي بيمتص على سطح الميه، الميه بتمتصه. يا الميه بتمتص مين بقى؟ الميه بتمتص الاحمر والبرتقالي. الميه بتمتص مين؟ الميه بتمتص احمر وبرتقالي. طب في جزء بيتشتت، مين بيتشتت يا مستر؟ بيتشتت نيلي وبنفسجي، وده ذات طول موجي قصير. ملحوظه عندك اكتبها بس ملحوظه مش مهمه، الطول الموجي عكس التردد. يعني ايه؟ يعني الاحمر والبرتقالي طول موجي طويل ذات تردد قليل. اكتبها عندك كده ملحوظه على جنب، مش مهمه قوي بس اكتبها. النيلي والبنفسجي ذات طول موجي، دي اطوال موجيه مش موجبه، اطوال موجيه، حط نقطه زياده. ذات اطوال موجيه قصيره، اطوال موجيه قصيره يبقى ذات تردد عالي، يبقى طول الموجي عكس التردد. ما علينا. خش بقى في الرغي اللي انت بتحبه، خلصنا بقى ايه الكلام الصعب، خش في الرغي الحلو. التمثيل الضوئي في البيئات المائيه. تعتمد العديد من الكائنات الحيه ذاتيه التغذيه مثل النباتات المائيه والطحالب والهائمات النباتيه، تعتمد على الضوء. طبعا مثلا احنا قلنا من شويه النباتات بتستخدم الضوء. على فكره الكلام سهل، انت خدته قبل كده، خدناه في الدروس اللي فاتت. النباتات بتستخدم الضوء. ليه النباتات بتستخدم الضوء؟ عشان تعمل الغذاء بتاعها. حلو الكلام كده. طيب عمليه البناء الضوئي، الله، عمليه البناء الضوئي دي بيقوم بيها مين مصر؟ بيقوم بيها النباتات، وبيقوم بيها كمان ايه؟ النباتات البريه او النباتات المائيه بتعمل بناء ضوئي. بتعمل بناء ضوئي ليه؟ عشان تحول الطاقه الشمسيه الى طاقه كيميائيه. يبقى عمليه البناء الضوئي مهمه قوي الحته دي. ماذا يحدث في البناء الضوئي؟ بحول الطاقه الشمسيه الى طاقه كيميائيه. تاني اجين كده. ماذا يحدث يا مستر في عمليه البناء الضوئي؟ تحويل الطاقه الشمسيه الى طاقه ايه؟ الى طاقه كيميائيه. تستخدم في بقى، تستخدم في بناء المواد العضويه اللازمه للايه؟ للبقاء. في مشكله كده. تاني كده، ايه هو البناء الضوئي؟ تحويل الطاقه الشمسيه الى طاقه ايه؟ الى طاقه كيميائيه. ماشي. هذه العمليه تعتمد بشكل كبير على توفر الضوء، وبالتالي تحدث بشكل رئيسي في الطبقات السطحيه. يبقى اين يحدث البناء الضوئي؟ يحدث في الطبقات السطحيه. ليه؟ لان الطبقات السطحيه قريبه من الشمس، والضوء بيتم امتصاصه في المنطقه السطحيه. طب انهي ضوء بيمتص في المنطقه السطحيه؟ الاصفر والبرتقالي. برافو عليك. الاحمر سوري والبرتقالي، اسف، الاحمر والبرتقالي. هنكمل كده. الكائنات بقى الحيه وحيده الخليه، او سيبك من دي، مش عندنا اصلا. الإشعاع الشمسي يعد عاملا حيويا في الحفاظ على التوازن البيئي. ليه الإشعاع الشمسي مهم في الحفاظ على التوازن البيئي؟ ليه بقى؟ حته تعلل كده. لأنه لا يؤثر فقط على عملية التمثيل الضوئي، يعني الإشعاع الشمسي مش بس بيأثر على التمثيل الضوئي، ده بيعمل حاجة ثانيه، ولكنه أيضا يؤثر بشكل مباشر على درجة حرارة المياه وتوزيع الكائنات. طبعا الإشعاع الشمسي مش فائدته الوحيدة إن هو يعمل لي حاجة اسمها بناء ضوئي، ده في حاجات ثانيه. إيه الحاجات الثانيه مثلا؟ على درجة إيه؟ على درجة حرارة المية. المناطق اللي عند خط الاستواء المية عندها دافية، زي ما خدناها قبل كده. مناطق خط الاستواء الميه عندها دافيه، كثافتها بتقل بتطلع فوق. فاكر التيارات المائيه؟ الدرس الثاني تقريبا التيارات المائيه. مناطق خط الاستواء مناطق عندنا ايه؟ مناطق عندنا حر، يعني ميه حر او ميه سخنه. ميه سخنه يعني كثافه تقل فتطلع فوق. يبقى اذا يا مستر بكل بساطه الضوء بتاع الشمس بيأثر على حراره الميه، وبالتالي توزيع الكائنات البحريه. في كائنات بقى بتحب الشمس وبتحب الحراره، فتلاقي الكائنات دي ايه؟ الكائنات دي يا مستر بتحب الحر والحراره، فتطلع عند السطح تعيش فوق. هي بتحب الشمس فتطلع تعيش فوق. في كائنات ثانيه بتحب البروده، فتلاقيها نزلت تحت الميه من تحت. يبقى اذا الشمس مش بس بتعمل بناء ضوئي، دي كمان بتحدد لي النباتات هتقعد فين والكائنات البحريه هتقعد فين. طيب بعد كده عندنا تاثير الاشعاع الشمسي على التوازن البيئي في البيئات المائيه. يبقى احنا عندنا خلاص تمام سلايد او سلايد كمان ونخلص الاشعاع. درس جميل جدا وسهل. بص كده، علل دور الاشعاع الشمسي في توزيع الكائنات البحريه. تتوزع الكائنات البحريه بشكل متفاوت في المياه. ازاي بقى بنوزع الكائنات البحريه حسب الشمس؟ بص يا معلم، بص الحته دي كده. الكائنات التي تعتمد على التمثيل الضوئي مثل الطحالب والفيتو بلانكتون. الحته دي مهمه. الطحالب او الفيتو مش فينو، بص مش فينو، الفيتو بلانكتون. يبقى الفيتو بلانكتون او الطحالب بتعتمد على ايه؟ بتعتمد على التمثيل الضوئي. حلو كام كده؟ توجد بكثره في الطبقات السطحيه. في كائنات زي الطحالب والفيتو بيحبوا يعملوا تمثيل ضوئي. ليه؟ لان الكائنات دي يا مستر، الكائنات دي بتتغذى على الشمس. فالكائنات دي يا مستر بقى هي الحاجه الاساسيه ان جميع كائنات البحر بتتغذى عليها. يعني مثلا يعني المصريين بيحبوا الفول، صح؟ دي الوجبه الاساسيه ليهم. حلو الكلام كده. فالفول ده يعتبر هو قاعده الهرم بتاعت الغذاء، او هو الاساس في الغذاء. ليه؟ لان الفول ده يا مستر بيتعمل بياكل منه كل الناس. في مشكله كده. فانا بالنسبه لي الطحالب والفيتو بلانكتون مهمه لكل السمك كله بياكل منها. او مش السمك كله بياكل منها، في سمك بياكل منها اللي هو السمك الصغير، وفي سمك ثاني اكبر بياكله، والسمك الاكبر بياكل هكذا. كل سمكه بتاكل الاصغر منها. حلو الكلام. طب مين بقى مصر الاكل الاساسي لاصغر سمكه في البحر؟ بص يا باشا بقى، فاحنا عندنا مصر اصغر سمكه في البحر. اصغر سمكه في البحر بتتغذى على مين؟ اصغر سمكه في البحر بتتغذى على الطحالب.
فاصغر سمكه دي تيجي سمكه ثانيه اكبر منها تاكلها، وتيجي واحده اكبر ثانيه تاكلها. يبقى انا عندي يا مستر الوجبه الاساسيه، لاصغر سمكه هي الطحالب. فلو الطحالب مش موجوده اصغر سمكه مش هتاكل، وبالتالي اصغر سمكه هتموت، والسمكه اللي فوق منها مش هتلاقي سمكه صغيره تاكلها، واللي فوق منها مش هتلاقي اصغر ياكلها. يعني انت لو ركزت معايا كده، السمك مثلا ادي سمكه صغيره، بعد كده سمكه اصغر شويه، بعد كده سمكه اكبر شويه، بعد كده سمكه اكبر اكتر. بص يا باشا، بص كده، ده بياكل ده، وده هياكل ده، وده هياكل ده. طب لو دي مش موجوده، ده مش هياكل، وده مش هياكل، ده مش هياكل، ده اسمه هرم غذائي. يبقى انا بالنسبه لي يا مستر الطحالب والفيتو بلانكتون هم اهم حاجه عندنا. دول يا مستر بيعملوا ايه؟ دول بيعملوا حاجه اسمها تمثيل ضوئي عشان يعملوا غذاء. حلو الكلام كده؟ الكائنات التي تعتمد على التمثيل الضوئي مثل الطحالب والفيتو بلانكتون توجد بكثره في الطبقات السطحيه من الميه. ليه؟ عشان تاخد الشمس وتعمل غذاء، وتطلع بقى السمك يبدا ياكل منها، السمك يبدا ياكلها هي بقى، حيث يتوفر الاشعاع الشمسي بكميات كبيره. امثله: الشعاب المرجانيه. الشعاب المرجانيه يا مستر تزدهر في مياه دافئه. قلنا الحصه اللي فاتت، قلنا مياه دافيه موجود فيها شعاب مرجانيه كتير. ليه؟ لان الشعاب المرجانيه بتحب الشمس شويه عشان تبدا تعمل الغذاء بتاعها. بص كده، الشعاب المرجانيه تزدهر في مياه دافئه الضحله بالقرب من خط الاستواء، عشان كده مصر قريبه من خط الاستواء. حلو الكلام كده؟ زي البحر الاحمر والغردقه والكلام ده كله والحاجات دي. البحر الاحمر والغردقه عندنا شعاب مرجانيه وعندنا بيئه مائيه عظيمه تحت، عشان كده عندنا سياحه في الميه. تمام. ليه؟ احنا ميتنا دافيه، مصر ميتها دافيه. يبقى مناطق قريبه من خط الاستواء زي مصر مثلا، حلو كده، قريبه من خط الاستواء، حيث يتوفر الاشعاع الشمسي على مدار السنه. هذا الاشعاع بيعمل ايه يا مستر بقى؟ يحفز نمو الطحالب التكافليه. ايه هي الطحالب التكافليه؟ عندنا يا باشا ادي مثلا عندنا كده مثلا زي شعب مرجانيه اهي دي مثلا يا باشا شعب مرجانيه. حلو كام؟ الشعب المرجانيه دي مين عايش جواها هنا؟ دي عباره عن كائن حي، فالكائن حي في حاجات عايشه جواه. الجذور بتاعته دي او الجذوع بتاعته دي فيها حاجه اسمها طحالب تكافليه. الطحالب التكافليه اللحم اللي جوه بتاع الشعب المرجانيه اسمها طحالب تكافليه. الطحالب التكافليه دي عشان تعيش عايزه ايه؟ عايزه يا مستر حر. يبقى بص كده معايا، يبقى اذا ده الشعب المرجانيه. هذه الشعب المرجانيه جواها ايه؟ جواها حاجه اسمها طحالب تكافليه. يبقى الطحالب التكافليه دي يا مستر مالها يا مستر بقى؟ التي تعيش داخل انسجه المرجان وتزودها بالغذاء. يبقى مين بيغذي يا مستر المرجان؟ بيغذيه حاجه اسمها الطحالب التكافليه. طب عشان تنمو الطحالب التكافليه عايزه ايه؟ عايزه شمس. طب لو ما فيش شمس مفيش طحالب تكافليه، فبالتالي الشعب المرجانيه مش هتلاقي غذاء فهتموت. يبقى احنا بالراحه كده عندنا نعرف حاجه بقى، الشعب المرجانيه بتحب الجو الايه؟ بتحب الجو الحر. تاني يا رجاله، الشعب المرجانيه بتحب الجو الايه؟ بتحب الجو الحر. وطالما الشعب المرجانيه بتحب الجو الحر، يبقى اذا بكل بساطه عايزه تعيش فين؟ عند خط الاستواء. حلو قوي الكلام ده. طيب ليه يا مستر؟ عشان تاخد الحر. ليه؟ عشان تاخد الحر عشان في حاجه اسمها الطحالب تكافليه. هذه الطحالب التكافليه عشان تنمو محتاجه شمس. حلو الكلام ده. طيب يؤثر الاشعاع الشمسي بشكل مباشر على درجات حراره المياه مما يؤثر على توزيع الكائنات البحريه. من شويه في كائنات بتحب الحر فتقعد فوق، بتحب السقعه فتقعد تحت. في المناطق الاستوائيه تنجذب انواع معينه من الاسماك والحيوانات البحريه. في المنطقه الاستوائيه بقى، المناطق الحاره قوي، في سمك معين بيروح هناك. زي مين يا مستر؟ تعال نشوف كده. في عندنا مستر بقى، ركز معايا كده، الاسماك الاستوائيه حيث المياه الدافئه. اكتب عندك كده، اسماك استوائيه حيث المياه الدافئه. بيعيش سمك زي التونه وسمك اسمه البراكودا. يبقى احنا كده السمك عندنا كتر، السمك كتير قوي. عندنا سمكه زي الثعبان الكهربائي بيعيش في الاعماق حيث الضغط العالي. سمكه زي الايس فيش، سمكه الجليد بتعيش برضه في الاعماق. سمكه زي السلمون بتعمل حاجه اسمها تكيف اسموزي وتكيف تركيبي وتكيف سلوكي ولا ايه. في عندنا السمك كتر، هجيبهم لك في المراجعه ان شاء الله. طب سمك التونه يا مستر وسمك البراكودا بيعيش في المنطقه الاستوائيه، بيعيش في الحر يعني. حلو الكلام ده. طب اسماك غير استوائيه بتحب الميه الساقعه، تعيش في ميه ساقعه زي سمك اسمه سمك القد. سمك القد يحب الميه الساقعه جدا. حلو قوي الكلام ده. طيب تعال نكمل كده. احنا ايه طلعنا هنا تاني؟ احنا كده اوكي، احنا في اخر حته. ماشي خلاص قشطه كده. بص كده، التغيرات في شده الاشعاع الشمسي بقى بسبب تغير الفصول او تغير المناخ يمكن يؤدي الى اضطرابات في التوازن البيئي. طبعا الصيف جه، الشتاء جه، فطبيعي مثلا المنطقه دي مثلا كانت حر في الصيف، في الشتاء بقت ساقعه، فاكيد يا مستر السمك ده مش هيبقى موجود هنا في نفس المنطقه. عشان كده بنسمع ان الصيد ليه مواسم، يقول لك الصيد مثلا الوقت ده موسم الصيد كذا. ليه موسم الصيد كذا؟ على حسب بقى السمك اللي مثلا بتحب الحر فموسم الصيد بتاعها يكون في الصيف. ليه؟ في الصيف بتطلع فوق عشان الجو يبقى حر. طب في سمكه مثلا بتحب السقعه، فيجي موسم الشتاء تلاقي مثلا السمكه دي بدات تطلع على وش الميه شويه عشان مثلا الميه من فوق بتكون ساقعه شويه فتيجي تطلع فوق. يبقى السمك ده الصيد بتاع السمك ليه مواسم. في مواسم السمك بيجي فيها عشان الجو حر يحب يجي هنا، وفي مواسم الجو بيكون ساقع السمك يحب يجي هنا. بص كده معايا، في المناطق القطبيه حيث يكون الاشعاع الشمسي الشمس بتكون منخفضه بايه في المنطقه القطبيه او معدومه خلال فترات الشتاء. ماذا يحدث بقى؟
تقل معدلات التمثيل الضوئي. طبعا التمثيل الضوئي على الشمس، طب في المناطق القطبيه مفيش شمس، فكذلك مفيش حاجه اسمها تمثيل ضوئي. فالنباتات دي، النباتات المائيه او الطحالب او الفيتوبلانكتون، الكائنات اللي معتمده على الشمس، مفيش شمس فمش هتتغذى، فلما مش هتتغذى هتموت. او مثلا مفيش بيئه هنا بقى خلاص بقى. بص كده، تقل معدلات التمثيل الضوئي بشكل كبير مما يؤثر على توفر الغذاء. ما بكل بساطه انت قلت لنا من شويه، انا نسيت يا مستر، انت قلت لنا ان الطحالب دي والفيتوبلانكتون هي الغذاء الاساسي لكل السمك. ليه يا مستر؟ لان في سمك بياكلها، وسمك بياكل اللي بياكلها، وسمك بياكل اللي بياكلها. يبقى انا لو عندي الطحالب والفيتوبلانكتون، الطحالب والفيتوبلانكتون ملقوش اكل، ملقوش شمس. لو الطحالب والفيتوبلانكتون ملقوش الشمس، فبالتالي مش هيعملوا تمثيل ضوئي، ولو ما عملوش تمثيل ضوئي بالتالي هم مش هيلاقوا حاجه ياكلوها، ولما ملوش حاجه ياكلوها هيموتوا، ولما يموتوا السمك الصغير اللي كان عايز ياكلهم مش هيلاقي اكل فيموت هو كمان، والسمك الكبير اللي بياكل السمك الصغير مش هيلاقيه فيموت هو كمان. بص كده، تقل معدلات التمثيل الضوئي في مناطق ايه؟ مناطق القطبيه بشكل كبير مما يؤثر على توافر ايه؟ توافر الغذاء، مفيش غذاء خلاص. هذا يؤدي الى انخفاض في اعداد الكائنات. الله، يبدا السمك يموت بقى، تلاقي السمك بدا يقل. السمك بيقل ليه؟ مفيش غذاء. مفيش غذاء ليه؟ اصل الشمس ما جاتش هنا، الطحالب والفيتوبلانكتون ما عملش الاكل بتاعها. الشمس ما جاتش يبقى الطحالب والفيتوبلانكتون ما عملوش الاكل، فبالتالي هيموتوا. فتقل معدات الكائنات التي تعتمد على التمثيل الضوئي، وبالتالي تؤثر على السلسله الغذائيه. ما مقصود بالسلسله الغذائيه؟ اللي كنت راسمها لك ورا، سمكه بتاكل سمكه، وسمكه بتاكل سمكه، وسمكه بتاكل سمكه. لو حجر الاساس مش موجود السمك ده كله هيموت. من جانب اخر تؤدي ظاهره الاحترار الحراري. ايه الاحترار الحراري؟ الاحترار العالمي. ظاهره حاجه اسمها احترار عالمي. ظاهره احترار عالمي تؤدي ارتفاع درجات حراره المياه. خلي الميه درجه حرارتها مرتفعه، ترفع. يعني مثلا الشمس جت قاسيه جدا، او الصيف حر قوي قوي قوي، الشعب المرجانيه بتحب المياه الايه؟ المياه الدافئه. طب لو المياه بقت حر قوي الشعب تموت. تؤدي ظاهره الاحترار العالمي الى ايه بقى؟ الى موت الشعب المرجانيه. ليه موتها؟ لان الشعب المرجانيه عايزه مياه دافئه، فلما الشمس تيجي قاسيه الشعب هتموت. طب لو الشمس ما جاش والجو بقى ثلج الشعب برضه هتموت. ماشي. اخر بقى حاجه عندنا الحمد لله رقم 4، تاثير الاشعاع الشمسي على التيارات المحيطيه. تلعب دورا رئيسيا في توزيع الحراره والعناصر. هي التيارات المائيه. ايه التيارات المحيطيه او التيارات المائيه؟ فاكر لما كنا عندنا حصه كده قديمه قوي؟ فاكر لما قلنا مصر عندنا حاجه اسمها خط الاستواء؟ فاكر يا ولا؟ قلنا ده اسمه خط الاستواء صح؟ هنا عندنا ايه؟ هنا عندنا مصر ميه ايه؟ ماء ساخن. فاكر؟ وقلنا زائد ايه؟ زائد ملح. فاكر ما قلنا كده؟ وقلنا مصر ميه تسخن، الشمس بص كده، الشمس اهي، الشمس تسقط على خط الاستواء، يبقى الميه تسخن. لما تسخن يا مستر، الميه تسخن فتطلع فوق عند القطبين، صح لا؟ الميه تسخن تطلع فوق عند القطبين. حلو قوي الكلام ده، ويحل محلها ميه ساقعه، ودي كان اسمها تيارات مائيه. فاكر ما شرحناها؟ هنراجعها برده في المراجعه تاني، ما تقلقش كلها هراجع في المراجعه. يبقى اذا بكل بساطه خط الاستواء الميه سخنه، حلو الكلام كده، فيحدث حاجه اسمها تيارات مائيه. يعني ايه تيارات مائيه؟ كاني بقلب الميه. تيارات مائيه يعني بقلب الميه، تيجي الميه من عند خط الاستواء ماء ساخن، فخط الاستواء زائد ملح يقوم طالع فوق عند القطبين، يطلع يقعد فوق عند القطبين. بص كده، التيارات المحيطيه او التيارات المائيه تلعب دورا رئيسيا في توزيع الحراره والعناصر الغذائيه. انت فاكر ده كويس؟ قلنا هنا كمان في ايه؟ قلنا هنا يا مستر في سمك. السمك ده صغير، حلو كام كده، بيعمل ايه يا مستر بقى؟ بياخد السمك ده مستر بيعمل ايه؟ بيطلع مع التيارات لفوق. لو انت مذاكر كويس هتفتكر احنا قلنا قبل كده حاجه، التيارات المائيه بتحمل 3 حاجات. التيارات المائيه بتاخد ميه سخنه من خط الاستواء تطلعها فوق عشان كثافتها قلت فتطلع فوق، وبتاخد الميه السخنه. طب الميه السخنه دي معاها ايه تاني؟ ميه سخنه معاها ملح، لان خط الاستواء تركيز الملح عالي، يبقى تاخد ميه سخنه فيها ملح زياده. مش بس كده كمان، وتاخد كمان معاها السمك الصغير. ما هي الميه بتمشي بقى، تاخد السمك الصغير مع الملح، مع مين يا مستر؟ مع الميه السخنه، كلهم يطلعوا فوق بسبب التيارات المائيه. يبقى التيارات المائيه بتحمل كام حاجه؟ تحمل التيارات المائيه 3 حاجات، تحمل ميه سخنه، وتحمل املاح، وتحمل سمك صغير. بس كده التيارات المائيه بتعمل بقى ايه؟ التيارات المائيه يا مستر بتحمل عناصر غذائيه وتوزع الحراره في المحيطات. هذه التيارات مالها يا مستر بقى؟ بحيث تؤثر على توزيع الحياه البحريه وتجعل بعض المناطق غنيه بالموارد الغذائيه. فاكر لما قلنا قبل كده يا مستر السمك اللي فوق ده، او بلاش السمك اللي فوق ده، فاكر لما قلنا احنا عندنا هنا طحالب، حلو الكلام كده. طب في سمك يا مستر تحت، السمك ده يا مستر عايز ياكل، او العكس عايز ياكل، فالسمك ده مش هينفع يطلع فوق، يحدث تيارات مائيه. لما يحدث تيارات مائيه الميه بتتقلب، فتلاقي الطحالب دي نزلت له هي تحت. بص كده، وتجعل بعض المناطق غنيه بالموارد الغذائيه. السمك اللي عند السمك اللي عند القطبين
بص كده، منطقه القطبين فيها سمك. السمك اللي عنده القطبين ده، السمكه اللي عنده القطبين دي هتجيب الاكل منين؟ هتنزل تجيب الاكل من عند خط الاستواء. اشمعنى خط الاستواء؟ اصل خط الاستواء ده الشمس هناك كتير، ففي هناك تمثيل ضوئي كتير، ففي هناك وفره من الكائنات البحريه الصغيره زي الطحالب والفيتوبلانكتون عند خط الاستواء. طب مناطق يا مستر زي مناطق القطبيه، السمك اللي في المنطقه القطبيه، السمك اللي في المنطقه القطبيه هياكل منين؟ لا يا مستر، هينزل يجيب اكله؟ لا مش هينزل، الميه هي اللي هتروح له، الميه هتروح له بسبب التيارات المائيه. طيب اخر حاجه عندنا خلاص حاجه اسمها تيار الخليج، ركز بقى عشان ده صعب شويه ولذيذ. تيار الخليج ده من ضمن التيارات المحيطيه، يبقى تيار الخليج من ضمن التيارات المحيطيه. ماذا يمثل تيار الخليج بقى؟ يحمل المياه الدافئه من خط الاستواء، ياخد المياه السخنه من خط الاستواء نحو الشمال، نحو الشمال فوق خالص عند المحيط الاطلسي، مما يؤدي الى ايه؟ الى اعتدال المناخ في مناطق مثل اوروبا الغربيه ويعزز توزيع حياه بحريه. يبقى مثل تيار الخليج ده اللي انا عايزه من سيادتك في الحته دي، تيار الخليج بيعمل ايه؟ تيار الخليج بياخد الميه من خط الاستواء يوديها عند المحيط الاطلسي. تاني كده، تيار الخليج دي بتيجي في الامتحان دايما. تيار الخليج هياخد الميه من خط الاستواء يوديها عند المحيط الاطلسي. طب بياخد الميه مع ايه؟ بياخد الميه من خط الاستواء، بياخد الميه معاها بقى، بياخد الميه ميه سخنه، ميه فيها ملح، ميه فيها كائنات بحريه وفيها عناصر غذائيه. يبقى تيار الخليج بيحمل كام حاجه؟ تيار الخليج بيحمل 3 حاجات، بيحمل ميه سخنه وبيحمل املاح وبيحمل كسمك وبيحمل كائنات بحريه. بص كده، مما يؤدي الى اعتدال المناخ في مناطق مثل اوروبا الغربيه. اوروبا الغربيه ساقعه، فلما يروح لها ميه سخنه الجو يبدا يهدى شويه. دي بقى مش عايز ادخلك في تفاصيل بس اقولها لك. هناك في اوروبا الجو ساقعه، فناخد الميه السخنه ونروح بيها هناك، الميه السخنه تروح هناك. حلو، كان فاكر الدرس بتاع الحراره لما قلنا نسيم البحر؟ الميه السخنه تروح هناك، الميه السخنه تروح هناك تبدا تفقد حرارتها، والجو ساقعه، هي بتفقد حراره والجو ساقعه، يعمل توازن في البيئه يخلي الجو حلو. تمام كده؟ وتوزع الحياه البحريه، طبعا بياخد معاه سمك، بياخد السمك معاه كمان فوق، وياخد السمك من فوق تحت، فنوزع الكائنات البحريه على الميه كلها. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. طيب ده يا رجاله كان عندنا كده اخر حته في قلب الجزء الاولاني اللي هو عباره عن جزء ايه؟ اللي هو عباره عن جزء اشعاع شمسي. هنبدا نحل الواجب بتاعه، بعد كده ندخل على حاجه لذيذه جدا اسمها ايه بقى؟ ايه اسمها يا مستر؟ الضغط. والضغط عامه يعني الضغط عامه درس جميل جدا برضه لذيذ، هنحاول نخلصه بسرعه، بس الاول نحل الواجب الكلام ده. يلا بينا. تعالى بقى نشوف اسئله الاشعاع بتاعت الواجب اخبارها ايه. اول حاجه بيقول لك ايه؟ يتالف الطيف الكهرومغناطيسي من امواج تختلف في بعضها في الطول الموجي والتردد، بينما الضوء المرئي يتالف من ايه؟ الطيف الكهرومغناطيسي اصلا مش علينا، احنا بنتكلم على الضوء المرئي اللي هو عندنا يا باشا. حلو كام كده؟ ترى الضوء المرئي عباره عن ايه بقى؟ عدد من الالوان اقلها طول موجي، والاحمر لا، الاحمر هو اكبرها طول موجي، الاحمر غالبا كان ب 800، يبقى اذا رقم الف بالنسبه لنا غلط. عدد من الالوان اكبرها تردد والاحمر، والاحمر اكبرها طول موجي يبقى اقلها تردد، يبقى دي كمان غلط، لك في علاقه عكسيه بين التردد والطول الموجي. عدد من الالوان اقلها طول موجي هو الازرق، لا يا مستر، الازرق اصلا مش في القصه اللي بره واللي جوه، انا بلعب على حاجتين، بلعب على يا اما البنفسجي اللي هو عباره عن فايلوت، يا اما الاحمر عباره عن ريد. البنفسجي اصلا كان كام؟ كان عباره عن 400، وهنا كان في 800، فالازرق اصلا كان في النص. عدد من الالوان اكبرها تردد هو البنفسجي، صح، البنفسجي بالنسبه لنا هو اقل طول موجي يبقى اكبر تردد. تعتمد كميه الاشعاع الشمسي التي تصل لجسم ما على سطح الارض على عده عوامل. الشمس بتصل الارض توقف على عده عوامل، فاكر 5 عوامل لما قلنا مستر المسافه والموقع بتاع الجغرافي وقلنا السحب والكلام ده كله. المسافه بين الشمس والجسم، طبعا يا مستر صح، المسافه بين الشمس والجسم بتاثر على حسب الارتفاع فوق المستوى الجغرافي او الارتفاع عن سطح الارض. كل ما ارتفعنا عن سطح الارض كل ما الاشعاع الشمسي بيكون زياده. الموقع الجغرافي صح، البلاد اللي عند البلاد الاستوائيه او البلاد اللي عند خط الاستواء عندها شمس زياده. كميه السحب تفرق طبعا، كل ما كانت السحب كتير بتعمل حجب اكتر. طب نوع الاشعاع لا دي ما تفرقش معاك، يبقى اجابه رقم كام؟ اجابه رقم د. السؤال اللي بعده، عند سقوط ضوء الشمس على سطح مياه البحار، ضوء الشمس سقط على سطح مياه البحار والمحيطات، فانه قد يحدث له كل من الاتي ما عدا ايه؟ اول حاجه ارتداد جزء الغلاف الجوي، بيرتد جزء صح. اختراق جزء كبير منه الى الاعماق، غلط، مفيش جزء كبير بيخترق الاعماق، اللي بيخترق الاعماق يا رجاله هو جزء صغير جدا جدا جدا، قلنا عباره عن 1% تقريبا. تمام زي الفل. السؤال اللي بعده، اي الاشكال التاليه تعبر بطريقه صحيحه عن كميه الضوء التي تخترق سطح الماء عند الزاويه بتاع سقوط اشعه الشمس؟ قلنا مستر لما تكون الزاويه بتاعتنا زاويه 90 يعني بالنسبه لنا كده عمودي، صح ولا لا؟ كل ما كان عمودي يعني زاويه 90، يعني اذا بكل بساطه بيكون الاختراق بتاعنا عالي جدا. حلو الكلام. فكل ما انا اقرب من الزاويه 90 كميه الضوء المره ايه بتزيد، يبقى اجابه رقم كام؟ اجابه رقم ج. كل ما اقرب من الزاويه 90 يعني يكون عمودي، يبقى اذا بكل بساطه عندنا اشعه ضوء عاليه جدا هتنفذ الى المياه.
يبقى اذا لما يكون عمودي الضوء بينفذ بنسبه كبيره. ما سبب انتشار الشعاب المرجانيه في المياه السطحيه؟ لان الشعاب المرجانيه عموما كمعلومه بتحتاج ايه؟ بتحتاج مياه دافئه. طب اول حاجه لان المياه السطحيه منخفضه حراره؟ لا، المياه السطحيه حرارتها بالنسبه لنا عاليه شويه. لان المياه السطحيه جيده للصداقه، دي صح. معنى كلمه مياه سطحيه جيده الصداقه يعني المياه السطحيه عندها حراره عاليه، يعني جيده الصداقه. ما الهدف الرئيسي من قيام الطحالب بعمليه البناء الضوئي؟ ليه الطحالب بتعمل بناء ضوئي؟ انتاج مركبات اوليه غير عضويه؟ غلط. اطلاق غاز الاكسجين؟ لا طبعا. بناء مواد عضويه لازمه للنمو؟ طبعا. قلنا صح ايه؟ قلنا البناء الضوئي في البناء الضوئي بحول ضوء الشمس من ماده شمسيه الى ماده كيميائيه. ده بالنسبه لعمليه البناء الضوئي. السؤال اللي بعده. الشكل المقابل يوضح نوع الاسماك التي تسمى السيلكسون والتي تتكيف مع كميه متوسطه من الضوء. يعني كميه متوسطه يعني تعيش في المناطق الشفقيه، تعيش في النص في المناطق الشفقيه، يعني تعيش في المناطق الشفقيه. تنمو الطحالب والنباتات المائيه. تنمو الطحالب والنباتات فين؟ على المنطقه السطحيه. يبقى اذا د غلط، وكمان عندنا ج غلط، منطقه سطحيه. تحول الطاقه الشمسيه الى طاقه حراريه؟ لا، بتحول الطاقه الشمسيه الى طاقه كيميائيه، هي بتعمل بناء ضوئي. يبقى اذا اجابه رقم ب. شكل مقابل يمثل شعاب مرجانيه، واضح انها شعاب مرجانيه. ماشي. ميته نتيجه ظاهره ايه؟ طبعا الشعب بتموت نتيجه حاجه اسمها الاحترار العالمي. يبقى اذا ج بالنسبه لنا غلط، والف كمان غلط، يبقى الاحترار العالمي. حلو كام كده؟ ويترتب على ذلك ايه؟ موت بعض الكائنات البحريه. لما الشعب المرجانيه تموت او الاحترار العالمي بيزيد كل حاجه بتموت، لان الشمس لما بتزيد قوي في كائنات مش بتعرف تعيش معاها. تشمل تاثيرات الاشعاع الشمسي على التوازن البيئي في البيئات المائيه كل ما لي معه. اول حاجه، يا ترى الاشعاع الشمسي بيعمل ايه؟ توزيع الكائنات البحريه؟ طبعا صح. توزيع الكائنات البحريه وفقا لاحتياجاتها من الضوء؟ صح. وفق احتياجاتها من الحراره؟ برضه صح. بيعمل عليها توزيع الكائنات البحريه وفقا لاحتياجها من الضوء، وفقا لاحتياجها منين؟ من الحراره. اعتدال المناخ في مناطق معينه وتنوع الحياه البحريه؟ طبعا يا مستر صح. وجود انواع معينه من الاسماك مثل سمك القض في المنطقه السوائيه؟ سمك القض بيحتاج منطقه، يا مستر في الاعماق، او بيحتاج منطقه عامه مش اعماق. سمك القض بيحتاج مناطق بارده. فهل اشعاع الشمس هيخلي سمك الاعماق ده يعيش في منطقه استوائيه؟ طبعا غلط. يبقى اجابه رقم كام؟ اجابه رقم د. يسهم الاشعاع الشمسي في تشكيل التيارات المحيطيه. حلو، قلنا الكلام ده كويس. مثل تيار الخليج الذي يحمل المياه الدافئه من خط الاستواء الى ايه؟ الى شمال المحيط الاطلسي. فاكر لما عملنا كده وقلنا ده خط الاستواء وبيعمل تيارات مائيه الى الشمال، شمال المحيط الاطلسي. المياه الدافئه الناتجه عن الاشعاع الشمسي في المناطق الاستوائيه تجذب انواع من الاسماك والحيوانات البحريه التي تحتاج الى درجات حراره معينه للبقاء والتكاثر، مثل سمك البراكودا وسمك التونه. سمك البراكودا والتونه بيعيش ميه دافيه. ما نوع الموجات الضوئيه المسؤوله عن اللون الازرق للمحيط؟ هي موجات ايه يا مستر؟ طبعا هي موجات مرئيه، موجيه قصيره الموجه. قلنا قبل كده يا مستر ان عندنا البنفسجي والازرق هي عباره عن حاجات عندها ايه يا مستر؟ حاجات عندها طول موجي قصير، بينما الاحمر والبرتقالي طول موجي عالي. السؤال اللي بعده. طيب بيقول لك ايه بقى؟ ما نسبة الأشعة تحت الحمراء التي تنفذ على عمق 10 متر؟ طبعا على عمق 10 متر مفيش أشعة تحت حمراء. الأشعة تحت الحمراء في أول 10 سم، يبقى النسبة تبقى صفر. إذا علمت أن بعض أنواع حيوانات الهيدرا يقدم الحماية للطحالب. حيوان الهيدرا بيقدم الحماية للطحالب أحادية الخلية. في المقابل تمد تلك الطحالب ببعض الطاقة التي تكونها. في ضوء ذلك أجب عما يأتي. ماشي. بيقول لك إن طحلب الهيدرا بيعيش مع الطحالب في نفس المنطقة. ماشي. والاثنين يا مستر بيساعدوا بعض في انتاج الطاقه. طبعا اذا كان طحلب الهيدرا او اذا كان عامه حيوان الهيدرا او اذا كان الطحالب، دي عباره عن كائنات ايه؟ كائنات دقيقه. الطحالب او طحلب الهيدرا بيعيشوا في مش على السطح عشان يعملوا بناء ضوئي. يبقى المياه العميقه البارده، مش عايزين مياه عميقه بارده. المياه العميقه الدافئه طبعا لا. البرك الضحله ضعيفه الاستضاءه غلط طبعا. انا عايز استضاءه كويسه عشان عايز على السطح. فسطح المياه عندنا سطح المياه اضاءه عاليه. البحيرات الضحله يعني بحيرات ضحله وصغيره كده وفيها ميه قليله. حلو كام كده؟ جيده الاستضاءه، معنى كلمه جيده الاستضاءه يعني فيها شمس. يبقى اجابه رقم د. ادرس الشكل البياني المقابل الذي يوضح معدل الاشعاع الشمسي في عده مناطق. اي من تلك المناطق تمثل القطب الشمالي؟ طبعا القطب الشمالي بالنسبه لنا هيبقى منطقه عندها اشعاع شمسي قليل، يبقى المنطقه رقم الف، اقل واحده. يبقى المنطقه رقم الف. اي الاشكال البيانيه التاليه صحيحه بالنسبه للعلاقه بين شده الاشعاع النافذ داخل الماء والعمق؟ طبعا بكل بساطه كل ما العمق بيزيد كل ما شده الاشعاع بتقل. يبقى اذا اجابه رقم كام؟ اجابه رقم ب، علاقه عكسيه. كل ما العمق عندنا بيزيد شده الاشعاع بتقل، عشان كده الاعماق بتكون ضلمه. شكل مقابل يوضح. احنا عندنا كده اوكي. لا الشكل عامه مش مظبوط، فهنلغي السؤال ده. السؤال ده يا باشا هنلغيه عشان الشكل ده مش مظبوط. الغي الشكل ده. ماشي.
عشان في بس رسمه مش واضحه ومش مظبوطه او فرق السؤال ده. اي مناطق التاليه يشهد اعلى معدل لعمليه التمثيل الضوئي؟ طبعا التمثيل الضوئي بيتم على سطح الميه، عند المناطق الدافيه اللي موجوده على سطح الميه اللي فيها ضوء. المناطق الساحليه الضحله، مناطق وسطى طبعا غلط، مناطق عميقه غلط، لا يوجد فرق غلط. يبقى مناطق ساحليه ضحله يعني بكل بساطه المناطق اللي على سطح الميه من فوق. في مشكله كده؟ طب دي يا رجاله كان عباره عن الواجب بتاع ايه؟ الواجب بتاع درس اشعاع. هندخل بقى دلوقتي نشرح درس العمق، سوري درس الضغط، اسف. هنشرح درس الضغط برضه، نحل اسئله عليه، وبكده يكون الدرسين بتوعنا خلصوا، وبكده احنا وقفنا لحد امتحان الشهر ان شاء الله. يلا بينا على درس مين؟ على درس الضغط. يلا بينا نبدا مع بعض درس الضغط يا رجاله. درس لذيذ جدا، في شويه قوانين كده خفيفه، مش عايزك تتضايق خالص، الدنيا ان شاء الله تبقى حلوه وجميله جدا لسيادتك. تاثير الضغط المائي على الكائنات الحيه. اول حاجه نشرح يعني ايه ضغط في الاول. الضغط عموما عباره عن ايه؟ بعد كده نتكلم على تاثير الضغط على الكائنات الحيه الموجوده في قلب الميه، لان اي حاجه في المبدا بنشرحها على الميه اصلا. طيب اول حاجه عندنا بسم الله، بيقول لك ايه؟ المواقع هي اي ماده قابله للانسياب تحت تاثير الضغط وتاخذ شكل الاناء الحوي لها. لو انت سيادتك ركزت معايا كده، لو انا جبت يا مستر كوبايه وقمت حاطط فيها ميه، حلو كام كده؟ طب مش الميه بتاخد شكل الكوبايه؟ يعني مثلا فرضا جبنا كوبايه مدوره، فالميه تاخد شكل الكوبايه المدوره. طب جبنا كوبايه رفيعه، الميه بتاخد شكل الكوبايه الرفيعه. طب جبنا ميه حطيتها في قلب مثلا كوبايه بتاعت العصير اللي هي الملولوه دي، تلاقي الميه خدت شكل ملولو. يبقى اذا يا مستر بكل بساطه الميه بتاخد شكل الاناء اللي بتوضع فيه، عشان كده قابله للانسياب. طب ايه تاني يا مستر بقى؟ الغاز برضه بياخد شكل او حجم الحيز اللي موجود فيه. لو جبنا غاز يا مستر حطيته جوه انبوبه مدوره، الغاز هياخد شكل انبوبه مدوره. طب جبنا غاز يا مستر حطيته جوه انبوبه مستطيله، يبقى الغاز بياخد شكل انبوبه مستطيله. يبقى اذا يا مستر بالنسبه لنا المواقع هي اي ماده قابله لايه؟ قابله للانسياب. يعني ايه مستر قابله للانسياب؟ يعني اذا بكل بساطه اي ماده بتاخد شكل الاناء اللي محطوطه فيه، دي اسمها ايه؟ اسمها مواقع. طب المواقع يا رجاله عندنا حاجتين بقى. المواقع يا باشا مواقع قابله للانضغاط ومواقع غير قابله للانضغاط. براحه بقى عليا كده عشان افهمك يا مستر انت عايز تقول ايه. اول حاجه يا رجاله بالنسبه لنا كده، لو بتكلم على مواقع قابله للانضغاط، لو انت يا باشا جيت كده قمت جاي حاطط لي هنا غاز، حلو كام كده؟ ادي غاز اهو، حلو كام؟ حاطط لي لحد هنا غاز، وقمت جاي جايب درق تاني اهوت، وقمت حاطط فيه سائل لحد هنا، وقمت جاي يا باشا بجهاز ضغط كده، قمت جايب مكبس وقمت جاي كابس الغاز. لما تيجي تكبس الغاز، هل الغاز ده هيقبل يتضغط معاك؟ اه يا مستر هيتضغط معايا. مش بس كده، الغاز ده في الاول كان لحد هنا صح؟ كان لحد هنا. لما ادوس عليه بالبتاعه دي، لما ادوس عليه يا مستر الغاز ده غالبا هينزل لحد هنا. يبقى في الاول الغاز كان لحد هنا، لما جيت ضغطته حجمه ايه؟ حجمه قل فوصل لحد هنا. يبقى اذا يا مستر الغازات قابله للانضغاط، عشان كده يا مستر بنحط غاز زي الغاز الطبيعي جوه الانبوبه، بنحط كميه كبيره ونقعد نضغط فيها لحد ما تبقى الانبوبه مثلا انبوبه قد كده بس جواها مثلا 50 لتر او جواها مثلا 60 لتر، انبوبه صغيره ليه؟ لان انا ضغطت الغاز جواها. يبقى الغاز يا مستر لو جيت ضغطته بيتضغط معانا عادي. طب لو جبنا السائل ده وقمت جايب جهاز الضغط ضغطه، السائل ده لو جيت ضغطته هل هيتضغط معاك؟ لا مش هيتضغط. هيحصل له ايه يا مستر؟ هيبدا يتدلدق منك من الجناب، يتدلق من هنا ويتدلق من هنا. يبقى اذا السوائل قابله للانضغاط، السوائل مالها قابله للانضغاط. حلو الكلام ده. سوري اسف، السوائل ايه؟ السوائل غير قابله للانضغاط. ليه يا مستر غير قابله؟ لان السوائل لما احط المكبس عليها مش هتنزل كلها تحت، لا دي هتبظ مني من الجناب. بص هتبظ من الجناب كده، تتدلق من هنا وتتدلق من هنا. طب الغازات يا مستر بقى، الغازات لو جيت ضغطت عليها الغازات تستحمل الضغط. يبقى اذا بكل بساطه يا رجاله الغازات هي قابله للانضغاط، بينما مثل السوائل غير قابله للانضغاط. بص كده، هي المواقع التي تتغير كثافتها بتغير الضغط الواقع عليها، حيث تتميز بقابله للانضغاط بسهوله فتغير حجمها. فعلا طالما حجمها اتغير اكيد كثافتها هتتغير، لان في علاقه بين الكثافه والحجم، صح ولا لا؟ الاول كان حجم السائل لحد هنا، ده في البدايه، فرضا كان حجمه 20، لما جيت ضغطته بقى حجمه مثلا 5. طب السائل بقى، السائل هنا كان حجمه 20، جيت ضغطته هو مش هيتضغط معاك، هو هيتدلق منه حاجات. بص كده، هي مواقع التي لا تتغير كثافتها بتغير الضغط الواقع عليها. بص كده، وتقاوم الانضغاط، وتقاوم دي تقاوم وتقاوم الانضغاط، وبالتالي تحتفظ بحجمها ثابت. لما تيجي تضغطها مش هتضغط معاك، لا اما هتدلق منك، لا اما مهما تضغط هتفضل زي ما هي. حلو كده الكلام. يبقى المواقع حاجتين، المواقع يا اما غازات يا اما سوائل. حلو الكلام كده. الغازات قابله للانضغاط، يعني ايه؟ لما اضغطها بتنزل معايا تحت، بينما السوائل لو ضغطتها مش هتنزل تحت معايا. طيب في مشكله كده؟ تعالى بقى سيبك من كل هري ده. يعني بص عندنا هنا هري وعندنا هنا برضه هري تاني. تعالى بقى ناخد الكلام ده كله ونروح نفسر هناك تفسيرات كتير قوي، بعد كده نرجع نعمل بقى وايت بورد كبيره كده ونشرح فيها كل حاجه. طيب بسم الله. تعالى بقى عايزين نشوف القوانين عندنا اخبارها ايه. ركز كده، بسم الله بسم الله. اول حاجه عندنا يا باشا الاف، بس نجيب القلم بتاعنا كده نظبطه. بسم الله. اول حاجه عندنا ايه؟ الاف هتساوي ايه؟ الاف هتساوي
البي في الاي. طب الاف بتساوي الاف يا مستر بالنسبه لنا عباره عن قوه. الاف عباره عن قوه او وزن. حلو الكلام كده. طب البي بالنسبه لنا عباره عن ضغط. حلو الكلام كده. طب الاي عباره عن مساحه. يبقى قانون الضغط عندنا بقى لما اكتب قانون الضغط ده يساوي ايه؟ نعمل مثلث كده حلو عمر زي سيادتك. المثلث ده كالاتي. دول هيتحطوا جنب بعض. بي اي وهنا عندنا الاف. يبقى البي بتساوي ايه؟ البي بتساوي اف على ايه؟ يبقى البي بتساوي اف على ايه؟ حلو الكلام ده. طيب بص معايا كده. هي البي نبدا بالاف عامه. الاف وحدتها ايه؟ الاف وحدتها نيوتن. طب قلنا اف عباره عن قوه او وزن. وحدتها ايه؟ وحدتها نيوتن. طب عندنا الايه وحدتها المتر تربيع. تاني كده يبقى عندنا القوه او الوزن وحدته ايه؟ وحدته نيوتن. طب عندنا المساحه وحدتها متر تربيع. طب عندنا البي للضغط. الضغط هيساوي ايه بقى؟ الضغط هيساوي ده على ده. يعني الضغط هيساوي ايه؟ الضغط هيساوي مستر نيوتن على متر تربيع. عندنا الضغط بيساوي نيوتن على متر تربيع. ده الضغط. طب المساحه بتساوي المساحه بتساوي متر تربيع. طيب عندنا بقى القوه بتساوي بقى ايه؟ القوه عندنا بتساوي نيوتن. في مشكله كده كلام زي الفل. يبقى عندنا قانون القوه بيساوي ايه؟ قانون القوه يا مستر بيساوي اللي هو عباره عن او قانون الضغط عموما. قانون الضغط بيساوي ايه؟ يبقى نكتبه على جنب هنا كده. قانون الضغط بي بتساوي ايه؟ بي بتساوي اف على ايه؟ القانون ده مهم جدا 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 جدا. يبقى احنا عندنا يا مستر بالراحه كده سنه الضغط بيساوي ايه يا مستر؟ عندنا الضغط يا مستر بيساوي قوه على مساحه. ايه تعريف الضغط بقى؟ لما اجي اعرف الضغط، تعريف الضغط عباره عن ايه؟ تعريف الضغط عباره عن هي القوه المؤثره على مساحه. يبقى تعريف الضغط يا مستر، تعريف الضغط يا رجاله هي القوه المؤثره على مساحه. طب تعال ناخد ده تحت ونلعب بيه شويه كده. البي بتساوي ايه؟ البي بتساوي اف على ايه؟ لو انت خدت بالك كده معايا من حاجه، كل ما القوه زادت، كل ما الضغط ايه؟ الضغط يزيد. يبقى علاقه ما بين القوه، وعلاقه بين ايه؟ بين الضغط علاقه ايه؟ علاقه طرديه. بين القوه والضغط علاقه طرديه. ايه اللي انا كاتبه ده يعني؟ سبحان الله العظيم يا رب. احنا اخر يوم بقى معلش سامحوني. معلش حقكم عليا. ماشي. يبقى العلاقه بين القوه والضغط علاقه طرديه. والله مثلا الضغط زاد يبقى القوه هتزيد وهكذا. ماشي. طب علاقه بين الضغط وبين المساحه. المساحه تحت. يبقى اذا بكل بساطه ايه؟ كل ما الضغط يزيد كل ما المساحه ايه؟ كل ما المساحه عندنا مستر تقل او العكس. كل ما كانت المساحه قليله كل ما الضغط ايه؟ كان عالي. يبقى انا مستر لما اجيب جسم، ركز معايا كده، لما انا اجيب جسم يا مستر والجسم ده يا مستر رفيع جدا وجيت غرسته في حاجه، يبقى اذا بكل بساطه يا مستر يبقى ساعتها الضغط عالي جدا. عشان كده وانت جيب دبوس سنه رفيع جدا وقمت جاي غرزه في ايدك هيتغرز بسرعه. ليه؟ عشان مساحته صغيره. الدبوس مساحته صغيره من تحت، مساحه السطح بتاعته صغيره. طب لو جبت قلم تخين جدا وجيت اغرزه مش هيتغرز. ليه؟ عشان القلم ده من تحت مساحته كبيره فصعب يتغرز في ايدك. ركز معايا كويس. طيب يبقى اذا لسه في علاقه طرديه ما بين القوه والضغط. دي علاقه ايه؟ علاقه طرديه بين القوه والضغط. اكتب معايا الكلام ده كله، اكتب معايا حرف. طب علاقه ما بين يا مستر ايه بقى؟ علاقه بين الضغط والمساحه علاقه ايه؟ علاقه عكسيه. يبقى كل ما كان عندنا المساحه تقل الضغط يزيد، كل ما المساحه تقل الضغط ايه؟ الضغط يزيد. تمام كده يا رجاله؟ كلام زي الفل. تعالى بقى قبل ما نتكلم عن المسائل عموما نعمل حاجه. كتبت الكلام ده كله؟ اكتب يا باشا براحتك اهو عشان همسح كل الكلام ده. طيب تعالى معايا بقى، ركز معايا كده. في شويه حاجات لازم اعلمها لك. ايه هي يا مستر؟ ركز معايا كده. ايه؟ في كام حاجه كده عندنا جامده جدا لازم اعلمها لك. اول حاجه التحويلات. بص يا باشا، الضغط عندنا عباره عن ايه؟ عباره عن بي، عباره عن ضغط. الضغط ده بيساوي ايه يا مستر؟ الضغط ده يا مستر بيساوي الوحده بتاعته يعني نيوتن على متر تربيع. وليه وحده ثانيه اللي هي يا مستر بتساوي ايه برضه؟ بتساوي حاجه اسمها باسكال. يبقى انا ممكن اقول لك يا مستر ان الضغط عباره عن 5 نيوتن على متر تربيع او الضغط بيساوي 5 باسكال. يبقى دي او دي. احل لك مساله وانا بحل المساله اقول لك ايه في الاخر؟ المساله دي اخرها الضغط عندنا ب5. الضغط ب5 نيوتن على متر تربيع او الضغط بيساوي 5 باسكال. يبقى الباسكال بيكافئ النيوتن على متر تربيع. طيب بص يا مستر الحته الحلوه دي. هو انا يا مستر ممكن احول من الباسكال، لوحده ثانيه اسمها البار. وحده اسمها البار. بلاش نكتبها بالانجلش احسن. هي بالعربي صح بس خليها بالانجلش احسن. هتعمل ايه يا مستر بقى؟ بص لو عايز احول من الباسكال الى حاجه اسمها البار، يا ترى مستر من باسكال للبار هعمل ايه؟ هضرب في 10 اس سالب 5. اكتبها عندك. لما بحب احول من باسكال الى بار بعمل ايه؟ بضرب في 10 اس كام؟ بضرب في 10 اس سالب 5. حلو الكلام ده؟ كلام زي الفل. في تحويله ثانيه ايه هي؟ لو اداك المساحه بالسنتيمتر تربيع، لو قال لك المساحه بالسنتيمتر تربيع وعايزك تحولها الى المتر تربيع، هتعمل ايه؟ هتضرب في 10 اس سالب 4. برضه دي خليها عندك عشان دي مهمه جدا جدا.
لو حب في الامتحان يلعب بيك هيلعب بيك في الحته دي. يبقى احنا عندنا بالراحه سنه سنه كده، المساحه وحدتها ايه؟ متر تربيع. لو حب يلعب بيا هيديلك بالسنتيمتر تربيع، عشان احول من السنتيمتر تربيع للمتر تربيع بضرب في 10 اس سالب 4. ده بالنسبه لايه؟ لجزء الضغط. حلو الكلام ده، كلام زي الفل. ركز بقى في الحته اللي جايه دي عشان دي حته مهمه جدا 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 جدا. لو انا عندي جسم، الجسم ده جوه سائل، يعني ده بحر، ده كده عباره عن بحر. جسم جوه سائل، جسم جوه ايه؟ جسم جوه سائل. وعايز اجيب يا مستر، اجيب ايه؟ عايز احسب يا مستر بكل بساطه الجسم اللي تحت ده الضغط مؤثر عليه كام؟ عايزين نحسب الضغط المؤثر على جسم موجود في ايه؟ في سائل، موجود في السائل من تحت. فسنه سنه بالراحه كده. اول حاجه يا مستر عايزين نعرفها عشان نحسب الحاجات دي، لازم اعرف الجسم ده كثافته كام. انا عندي جسم اهو، والجسم ده عايز احسب الضغط الواقع عليه قد ايه. بص كده، احنا بنحسب دلوقتي، بنحسب الضغط الواقع على جسم في سائل. بص كده، الضغط الواقع على جسم في باطن سائل. هنحسبه ازاي بقى؟ بص يا مستر، قانون سهل جدا وعبيط. اول حاجه يا مستر، الجسم ده لازم يجيب لي حاجه اسمها الكثافه. انا عايز احسب الضغط، عايز احسب بيه، بس بيه ايه بقى؟ لجسم محطوط في سائل. حلو الكلام ده. اول حاجه يا مستر، الجسم ده لازم احسب حاجه اسمها الكثافه بتاعته. فالكثافه عباره عن ايه؟ عباره عن رو، حاجه اسمها رو، تبقى عامله كده، ده رمز الكثافه، عباره عن رو بي بس افردها من تحت كده. فاول حاجه بحسبها دي، اول حاجه بحسبها مستر الكثافه، يبقى لازم اعرف الجسم ده كثافته قد ايه. يبقى اول حاجه بحسبها الكثافه. تاني حاجه يا مستر عايز اعرفها المسافه. المسافه من الجسم ده لحد فوق، باخدها اسمها المسافه او الارتفاع او العمق. يا ترى الجسم ده بيقع على العمق كام؟ ده بالنسبه لنا حاجه اسمها العمق. عمق او مسافه، المسافه قد ايه؟ ماشي كده؟ حلو. الحاجه الثانيه يا مستر، الجسم ده من تحت مشدود بحاجه اسمها عجله جاذبيه. عجله جاذبيه. يبقى انا عندي كده مستر حاجات كتيره. ايه الحاجات الكتيره يا مستر بقى؟ ايه الحاجات الكتيره دي؟ اول حاجه الجسم، جسم موجود في او في سائل من تحت، جسم يقع في باطن سائل. عايز اعرف الجسم ده، الجسم ده كانه سمكه مثلا. عايز اعرف الجسم ده يا مستر الضغط الواقع عليه قد ايه. يبقى الجسم ده اول حاجه بحسبها له حاجه اسمها الكثافه. اول حاجه بجيبها الكثافه، اول حاجه بجيبها الكثافه. ثاني حاجه الجسم ده مشدود من تحت، يعني عنده عجله جاذبيه بتاثر عليه، بتشده لتحت، بتجذبه لتحت. فعندنا الجاذبيه رمزها جي. حلو كام كده؟ الجاذبيه رمزها ايه؟ رمز الجاذبيه جي. الحاجه الثانيه يا مستر بقى، لازم اعرف الجسم ده بيقع على عمق كام من سطح السائل. عمق او ارتفاع، اسمه عمق او ارتفاع اتش. عشان كده عندنا قانون الكثافه بتاع قانون الضغط، قانون الضغط بتاع جسم يقع في سائل اسمه ايه؟ اسمه رو جي اتش. يبقى لما اجي اقول لك عايزين نحسب الضغط لجسم يقع في سائل، بتقول لي ايه؟ عباره عن ايه بقى؟ عباره عن حاجه اسمها رو جي اتش. تاني كده، لو عايز اعرف الجسم اللي بيقع في باطن سائل الضغط واقع عليه ايه؟ بص كده، الضغط الواقع على جسم في باطن سائل اسمه ايه؟ اسمه رو جي اتش. حيث رو بالنسبه لنا عباره عن ايه؟ رو عباره عن كثافه. طيب والجي يا مستر عباره عن ايه؟ جي عباره عن عجله ايه؟ عباره عن عجله جاذبيه. الحاجه الثانيه يا مستر بقى اتش عباره عن ايه؟ اسمها مسافه او ارتفاع او عمق. عمق او ايه؟ او مسافه. في مشكله كده؟ يبقى تاني كده رجاله مع بعض، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. لما احب احسب الضغط عموما، الضغط عباره عن ايه يا مستر؟ الضغط عباره عن مساحه، قوه على مساحه. الضغط عباره عن ايه؟ قوه على مساحه. طب لو كان ضغط يقع في باطن سائل يبقى عندنا الموضوع يختلف. لو ضغط يقع في باطن سائل عندنا ايه يا مستر؟ ضغط يقع في باطن سائل يبقى حاجه اسمها رو جي اتش. ايه الرو جي اتش دي يا مستر؟ بكل بساطه يا رجاله، الرو عباره عن الكثافه، الجي عباره عن عجله الجاذبيه، واتش عباره عن العمق او مسافه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. في هنا كم ملحوظه حلوه لازم نقولهم. بص يا باشا، لو الجسم اللي في باطن سائل ده مثلا، فرضا يعني الجسم ده عنده كثافه كبيره، لو الكثافه زادت يبقى اذا بكل بساطه يا مستر الضغط اللي بره هيزيد، صح ولا لا؟ ليه؟ لان دي علاقه طرديه مع ده. اقول لك على سر، ده وده وده علاقه طرديه مع ده. ركز معايا كده، لو الكثافه زادت، اكتب ورايا، اكتب ورايا، لو الكثافه زادت الضغط بره هيزيد. طب لو المسافه زادت، الضغط برضه بره هيزيد. طب عجله الجاذبيه غالبا بتكون ثابته. تاني كده، عجله الجاذبيه مالها ثابته. فاجي اسالك سؤال بقى، صلي على النبي كده واكتب السؤال ده عندك، اكتب كده عندك، ايه العوامل التي تتوقف عليها الضغط في قلب سائل؟ اكتب كده، عوامل يتوقف عليها الضغط في قلب ايه؟ سائل. ايه العوامل التي يتوقف عليها الضغط جوه سائل؟ هم يا مستر بالنسبه لنا كده ان شاء الله عباره عن كام عامل؟ عباره عن عاملين، ايه هم؟ الكثافه والارتفاع او المسافه. ايه ده؟ وش معنى عجله الجاذبيه؟ اصل عجله الجاذبيه ثابته مش هتاثر معايا. يعني فرض اديك مثال صغير، بص كده معايا، عندنا ميه اهي، وعندنا جسم يقع هنا، وجسم يقع هنا، وجسم مثلا يقع هنا خالص. حلو الكلام؟ يعني غالبا ده على ارتفاع عالي قوي، بس ارتفاع قد ايه؟ وده على ارتفاع قد كده، وده على ارتفاع قد كده. والثلاث اجسام لهم نفس الكثافه، صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. الثلاث اجسام لهم نفس الكثافه. فرضا الكثافه ب5.
الكثافه ب5. حلو الكلام. بس هل هم الثلاثه نفس الارتفاع؟ لا مش نفس الارتفاع. مين فيهم عنده الضغط زياده؟ تقول لي طالما الكثافه ب5 كلهم نفس الكثافه، صح ولا لا؟ يبقى اللي عنده عمق اكتر يبقى الضغط عنده زياده. يبقى كل ما كان الارتفاع عالي، الارتفاع اتش كبيره، كل ما كان ايه؟ كل ما الاتش يزيد كل ما السائل ايه؟ الضغط بتاعه يزيد. انا عارف ان حته صعبه، ركز معايا كده، مش صعبه ان شاء الله، حلوه باذن الله. يبقى ايه العوامل المؤثره على الضغط بتاع جسم في قلب سائل؟ العوامل المؤثره المفترض اجيبها من القانون. ادي يا مستر جسم في قلب سائل، عايز اعرف الضغط مؤثر عليه، بيعتمد على ايه؟ الضغط بيعتمد على حاجتين. اول حاجه بيعتمد على الكثافه، كل ما الكثافه دي هتزيد كل ما الضغط بره هيزيد. في مشكله كده؟ ده طردي مع ده. طب كل ما الاتش تزيد كل برضه يا مستر ما ايه؟ الضغط بره هيزيد. طب عجله الجاذبيه ما بتاثرش كده كده لانها ثابته، رقم ثابت. عجله الجاذبيه ثابته في كل المناطق. يعني مثلا الجسم ده والجسم ده والجسم ده هم الثلاثه بيتاثروا بنفس الجاذبيه اللي هي غالبا 9.8 او تقريبا بنعتبرها كام؟ 10. طيب يبقى اذا بكل بساطه عوامل تتاثر بها الكثافه او عوامل يتاثر بها الضغط عند منطقه في سائل. ايه العوامل دي يا مستر؟ عوامل يتاثر بها الضغط على منطقه في قلب سائل، هم كام عامل عاملين؟ يا اما اول حاجه الكثافه تزيد بره الضغط يزيد. طب الارتفاع يزيد بره يا مستر برضو الضغط هيزيد. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. طب تعالى نعمل صفحه ثانيه كده نشوف الدنيا عندنا اخبارها ايه. احنا عايزين نفتح صفحه جديده، المفروض اعمل اضافه فيفتح صفحه جديده من هنا. سوري من هنا. طب بص معايا كده، بص بقى يا باشا، لو الجسم ده موجود عندنا هنا اهو، نفس الجسم تاني، حلو الكلام كده. ادي جسم يا مستر بيقع فين؟ الجسم ده بيقع في قلب السائل نفس اللي فات بالظبط. عنده جاذبيه هنا طبعا وعنده هنا ارتفاع، حلو الكلام كده. طيب بس الجسم ده بيأثر عليه حاجه اسمها ايه؟ بيأثر عليه حاجه اسمها ضغط جوي. ضغط جوي يعني الجسم ده بالنسبه لنا كده مش بس محطوط في البحر، ده كمان الهواء اللي بره بيأثر عليه. لو عايز احسب بقى بص كده، حساب الضغط على جسم في سائل، مش بس كده كمان ايه؟ معرض لايه؟ معرض لضغط جوي. يعني يا مستر الموضوع بقى صعب. احنا اول حاجه خدناها، اول حصه خدنا ايه؟ اول حصه خدنا ايه؟ خدنا بي بتساوي اف على ايه؟ ده قانون الضغط عموما، ده الضغط عموما قانون الضغط. طب بعد كده خدنا الضغط لو موجود على سائل. لو الضغط في سائل بس وسكت هيبقى عباره عن ايه؟ حاجه اسمها رو جي اتش. بناخد النهارده بقى ايه؟ ضغط يا مستر على جسم او ضغط على جسم في قلب سائل وكمان مع ضغط جوي. الموضوع سهل جدا. بص يا باشا، البي هتساوي ايه؟ اول حاجه هتساوي حاجه اسمها بي ايه؟ بالنسبه لنا كده ضغط ايه؟ ضغط جوي. والضغط الجوي له رقم ثابت، هقول لك كمان شويه، رقم ثابت ما بيتغيرش، اللي هو 1/0.13 في 10 أس 5. ده الضغط الجوي، ده كان رقم ثابت تحفظه زي ما هو، 1/0.13 في 10 أس 5. زائد ايه بقى؟ ما انا عايز اقول لك حاجه، الجسم ده بيأثر عليه ضغطين. الجسم ده عنده اول حاجه ضغط سائل زائد ايه؟ زائد ضغط جوي. يبقى اي جسم محطوط في قلب سائل، ومعرض للهواء بيتاثر بكام ضغط؟ بيتاثر بضغطين. تاني ركز معايا، اي جسم محطوط في قلب سائل ومعرض للهواء بيتاثر بضغطين. بيتاثر اول حاجه بضغط السائل اللي تحت، حلو كام؟ الحاجه الثانيه مثلا بتاثر بايه؟ بتاثر بالضغط الجوي اللي فوق. فاول حاجه عملناها كتبنا الضغط الجوي. الضغط الجوي زائد ايه؟ زائد بي بتاعت السائل. زائد بي بتاعت الايه؟ بي بتاعت السائل. ركز معايا كده، يبقى اي جسم يا مصر، اي جسم محطوط في قلب الميه بيتاثر بضغطين، بيتاثر بالضغط بتاع الميه عموما زائد الضغط الجوي اللي بره. حلو الكلام كده، ركز معايا كده بسم الله. عايز افك القانون ده، هفكه ازاي؟ هيبقى بي بتساوي ايه؟ بتساوي بي ايه ده الضغط الجوي زائد مين بقى؟ زائد ايه؟ زائد ضغط السائل اللي هو عباره عن ايه؟ زائد حاجه اسمها رو جي اتش. حلو كده، انا عملت ايه بس؟ انا مجرد فكيت السائل. ايه؟ فكيت السائل الى حاجه اسمها رو جي اتش. ده عباره عن ايه بقى؟ ده عباره عن ضغط جسم محطوط في سائل ومعرض ايضا للضغط الجوي. في مشكله كده؟ ده عباره عن ايه يا رجاله؟ ركز معايا كده، عباره عن ايه؟ ده عباره عن ايه؟ عباره عن ضغط جسم محطوط في سائل ومعرض ايضا للضغط الايه؟ ومعرض ايضا للضغط الجوي. يبقى عندنا دلوقتي الضغط ليه كام قانون يا مستر؟ ليه 3 قوانين. يا اما الضغط بيساوي اف على ايه؟ حلو كام كده؟ يا اما الضغط في سائل بيساوي حاجه اسمها رو جي اتش، يا اما الضغط عندنا يا مستر بتاع جسم محطوط في سائل بيتاثر بالضغط الجوي اسمه ايه بقى؟ اسمه يا مستر بي بيساوي بي ايه؟ يعني ضغط جوي زائد ايه؟ زائد رو جي اتش. يبقى الجسم محطوط في قلب سائل ومعرض للضغط الجوي، كده عنده كام ضغط؟ ضغطين، عباره عن ضغط جوي عباره عن بي ايه زائد ايه؟ زائد الضغط بتاع السائل اللي هو عباره عن رو جي اتش. دول يا باشا كده القوانين اللي عندنا.
ولو عايزين نعمل ملخص لذيذ لسيادتك هنعمل ملخص كالتالي. احنا كنا عايزين حاجات ثانيه زياده على القوانين دي، ولا حاجه زياده ولا حاجه. احنا عارفين يا مستر ان هنا وحدتنا نيوتن، صح ولا لا؟ عايزين نكتب الوحدات بلون تاني عشان ما لخبطكش. نكتب الوحدات مثلا باحمر ولا حاجه. بص معايا كده، نغير اللون نغير اللون نغير، هات الاحمر. بص يا مستر، الاف وحدتها ايه؟ نيوتن. طب دي وحدتها ايه؟ متر تربيع. يبقى ده وحدته ايه؟ وحدته يا مستر نيوتن على متر تربيع. دي الوحدات يا باشا. حلو الكلام كده. قلنا كام حاجه حلوه بقى في التحويلات، قلنا تحولتين حلوين. لو انا عايز احول مثلا يعني من الباسكال، الباسكال اللي هو عباره عن ايه؟ عباره عن نيوتن على متر تربيع. لو عايز احول من باسكال الى، من باسكال لايه؟ عايز احول من باسكال الى البار. من باسكال للبار بضرب في كام؟ بضرب في 10 اس سالب 5. براجع لك اهو. طب لو عايز احول يا مستر مثلا يعني مثلا منين؟ من السنتي، سنتيمتر تربيع، عايز احول الى المتر تربيع، بضرب في كام؟ بضرب في 10 اس كام؟ بضرب في 10 اس سالب 4. دول يا باشا ملخص القوانين اللي عندنا. يبقى احنا القوانين بتاعتنا هي الكلام ده كله بس. مش عايزك بقى تقعد تهري كتير في القوانين والزحمه دي كلها، والملزمه عامه يعني ايه، هحاول انسقها لك دلوقتي. طيب بص يا باشا معايا كده، لو قال لك الضغط وسكت، الضغط وسكت يبقى اف على ايه؟ طب قال لك عايزين نحسب الضغط على نقطه في سائل، الضغط على نقطه في سائل يبقى بي بتساوي ايه؟ رو جي اتش. رو عباره عن الكثافه، جي عجله الجاذبيه، اتش الارتفاع. من الارتفاع بالمتر عادي، هنا الارتفاع بالمتر عادي يعني. طيب مستر، طب بقول لك ايه، لو قال لي بقى ضغط موجود في سائل بس مش بس كده، معرض للضغط الجوي، كده عنده كام ضغط؟ كده عنده ضغطين. بعمل ايه بقى؟ ايه بقول بي ايه؟ ضغط جوي زائد رو جي اتش. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. طب مستر عندك حاجه ثانيه؟ الله يا مستر، عوامل تتاثر بها الضغط في سائل. العوامل اللي تتاثر بها الضغط عند سائل، ايه العوامل دي يا مستر؟ اول حاجه الكثافه والمسافه. ليه الكثافه والمسافه؟ لان كده كده عجله الجاذبيه ثابته. طب مستر لو الكثافه زادت الضغط بره يزيد، لو الكثافه زادت الضغط بره يزيد. طب مستر لو المسافه زادت الضغط بره هيزيد. يبقى اذا يا مستر الكثافه تزيد الضغط يزيد، الارتفاع يزيد الضغط برضه هيزيد. طب عجله الجاذبيه ثابته مش بتاثر معايا. تفتكر الحاجه الثانيه يا مستر؟ ايه الحاجه الثانيه يا مستر؟ كل ما كانت المساحه ايه؟ كل ما كانت المساحه قليله كل ما كان الضغط عالي. علاقه بين المساحه والضغط علاقه عكسيه. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. تعال نرجع للملزمه نشوف الدنيا اخبارها ايه. هنرجع هنا تاني كمان شويه بس اروح الملزمه الاول. انا عايز اجيب الملزمه الاول، نجيب الملزمه ماشي. ايه دي يا باشا الملزمه بتاعتنا؟ شوف بقى الملزمه اخبارها ايه. طبعا الملزمه نفس احنا قلناه، اف بتساوي نيوتن، عندنا بي بتساوي نيوتن على متر تربيع، الايه عباره عن المساحه متر تربيع، ادي القانون بتاعنا اهوت. عشان بس نعدي شويه تعديلات بسيطه هنا. طبعا بي عند سائل بيساوي، احط هنا يساوي، ودي خليها لي رو، يعني اعدلها بس معلش كده تبقى رو جي اتش. اللي كتب الملزمه معلش ما كانش ايه عارف ان الفرق بينهم وكده فكتب دي زي دي. طيب طبعا الكثافه بوحده كيلو جرام على المتر تكعيب، خدناها الاسبوع اللي قبل اللي فات. عجله الجاذبيه بتساوي 10 او بتساوي 9 علامه 8 من 10. اذا كان السطح معرضا للضغط الجوي بقى، لو السطح ده معرض للضغط الجوي يبقى عباره عن ايه يا مستر بقى؟ عباره عن بي اللي هو الضغط عادي زائد ايه؟ زائد بي ايه؟ زائد بي بتاعت السائل. حلو كده الكلام، ركز معايا كده. لو الكلام ده بنتكلم على ايه؟ بنتكلم اذا كان السطح معرضا للضغط الجوي. لو السطح معرض للضغط الجوي كده عندنا كام ضغط؟ كده عندنا ضغطين، عندنا ضغط هواء جوي وعندنا ضغط سائل. هيساوي ايه بقى يا مستر؟ هيساوي بي ايه بتاع الضغط الجوي، دي ضغط جوي، دي ضغط جوي، زائد ايه بقى؟ زائد رو، دي برضه رو، زائد رو جي اتش. حلو الكلام كده، كلام زي الفل. طيب دي خليها رو، خلي دي رو، اعدلها لك اهيت، خليها رو جي اتش، اعدلها خليها رو. حلو الكلام ده، كلام زي الفل. طبعا القوانين كده عندنا خلصت الحمد لله، خلاص هنكمل مع بعض كده. في حاجه ثانيه هنا قلنا خلاص دي خلصناها الحمد لله، هات اللي بعدها رقم 16. دي برضه احنا قلناها خلاص كده. قلنا يا مستر ايه بقى؟ الرسمه دي حلوه قوي، بص كده. انهي خرطوم في دول؟ بص ده عباره عن سائل محطوط جوه كوبايه، ودي عباره عن خراطيم خارجه من الثقوب. ركز معايا كده، انهي خرطوم في دول بيخرج ميه باندفاع قوي؟ طب بلاش اقول لك كده، انهي منطقه في دول ذات ضغط اعلى؟ تقول لي يا مستر بصراحه انا كل ما انزل تحت الضغط هيزيد، صح ولا لا؟ طبعا معروفه من زمان كل ما انزل في العمق الضغط بيزيد. طب كل ما انزل تحت الضغط بيزيد، فالخرطوم اللي تحت ده هيخرج ميه مندفعه جامده جدا، يعني كأن الميه خارجه منه بقوه كبيره. ليه؟ لان الخرطوم ده جاي من القاع، والقاع عندنا ضغط ميه عالي. يبقى انهي خرطوم في دول؟ ده خرطوم واحد، ده خرطوم اثنين، ده خرطوم ثلاثه. انهي خرطوم في دول الميه هتخرج منه مندفعه بشده؟ الخرطوم رقم ثلاثه. اشمعنى؟ لان الخرطوم رقم ثلاثه موجود في منطقه الضغط عندها عالي، لان كل ما انزل في العمق الضغط بيزيد. طيب بص كده، نستنتج مما سبق ان بزياده ضغط السائل بي، لما ازود ضغط السائل بي عند نقطه في باطنه يزداد ايه؟ يزداد عمق هذه المنطقه تحت السطح، يبقى ايه؟ يزداد الكثافه. في مشكله كده؟ طيب كل ما الضغط يزيد كل ما الضغط بره يزيد. بص كده معايا، البي بيساوي ايه؟ رو
جي اتش. بص كده، كل ما زاد الضغط، كل ما زاد الضغط يا مستر، كل ما زاد الضغط الكثافه هتزيد والمسافه برضه هتزيد. يبقى كل ما زود الضغط يزداد العمق وتزداد الكثافه. معنى كلمه يزداد العمق يعني اتش بتزيد. طبعا دي خلاص احنا قلنا كل الكلام ده، وازاي احول من ده لده قلناها خلاص، وحدات القياس كمان قلناها ورا. في عندنا مساله بيقول لك ايه؟ حوض اسماك مساحه قاعدته 1000 سنتيمتر تربيع، ماشي، يحتوي على ماء وزنه كذا نيوتن، فما مقدار ضغط الماء عند هذه النقطه؟ بيديك ايه؟ بيديك مساحه، ادانا مساحه وقال لك يحتوي على ماء وزنه، وزن يعني قوته، وزن يعني قوته كام؟ 4000. عايز الضغط، يبقى الضغط بيساوي ايه؟ يبقى الضغط بي هيساوي ايه؟ اف على ايه؟ نعوض التعويضات بتاعتنا، يلا بينا يا رجاله. اف على ايه؟ يبقى البي بتساوي اف على ايه؟ اف بكام عندنا؟ اف بتساوي 4000، يبقى اف عندنا بتساوي 4000. طب ايه عندنا؟ المساحه مديهاني بالسنتيمتر تربيع، هعمل ايه يا مستر؟ فاكر؟ هحول لمتر تربيع، هضرب في 10 اس سالب 4، يبقى عندنا 1000 في 10 اس سالب 4، يطلع عندنا الرقم بيساوي 4 في 10 اس 4 نيوتن على متر تربيع. السؤال اللي بعده بيقول لك ايه بقى؟ دي مساله كبيره شويه، لذيذه والله برضه. احسب الضغط الكلي الواقع على سباح على عمق 10 متر. يبقى سباح عمق 10 متر، اول حاجه نسجلها عندنا ان العمق 10 متر. عمق 10 متر معناها ايه؟ معناها ان اتش بتساوي 10 متر. حلو. من سطح بحيره ماء، اذا علمت ان كثافه الماء بتساوي كذا، معناها كثافه الميه، يبقى معانا الرو بتساوي ايه؟ كثافه الميه بتساوي، قال لك 1000. يا عم كتر خيرك، كثافه الميه ب 1000. وعجله الجاذبيه، معناها كمان عجله الجاذبيه كام؟ قال لك عجله الجاذبيه ب 10. والضغط الجوي عند سطح البحيره بيساوي كذا. ادانا كمان الضغط الجوي، يبقى هو كده ادانا كل حاجه. قال لك الضغط الجوي عباره عن بي ايه. هو عايز ايه بقى؟ احسب الضغط الكلي. يبقى الضغط الكلي بيساوي ايه؟ هيساوي الضغط الجوي زائد الضغط السائل. يبقى القانون بتاعنا ايه؟ بيساوي ايه يا مستر بقى؟ يبقى الضغط الكلي بي بيساوي ايه؟ بيساوي بي ايه زائد ايه؟ زائد رو جي اتش. ايه الرو جي اتش دي؟ ده الضغط بتاع السائل. هجمع ده زائد ده. بص معايا كده، هقول ايه بقى؟ ركز معايا كده. بي ايه بيساوي كام؟ يبقى بي بتساوي البي ايه بتساوي كام؟ 1 علامه 0.13 في كام؟ في 10 اس 5. ده كان الضغط الجوي زائد ايه بقى؟ افتح قوس رو جي اتش بكام؟ والله يا مستر رو جي اتش يا مستر اللي عندنا بتساوي كام؟ رو جي اتش يا مستر عندنا بتساوي كام؟ ركز معايا بقى كده. قال لك اول حاجه هات الرو بكام؟ الرو ب 1000. يبقى 1000 في 10 عجله الجاذبيه في الارتفاع 10 بس، يطلع عندنا الرقم بيساوي 2 علامه 0.13 في 10 اس 5 نيوتن على المتر تربيع. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. تعال نتكلم بقى شويه حاجات حلوه ولذيذه ونشوف الدنيا اخبارها ايه معانا. الضغط عند نقطه في بطن السائل يؤثر في جميع الاتجاهات. يعني ايه يا مستر؟ بكل بساطه يعني سيادتك مثلا واقف هنا، حلو الكلام كده، فالضغط بيأثر على الحته دي في جسمك، نفس الضغط من هنا، نفس الضغط من هنا، نفس الضغط من هنا. يعني انت جسمك وانت في الميه من كل اتجاهاتك نفس الضغط واحد. مفيش حاجه اسمها اصل رجلي هناك كده بعد كده راسي هنا اصل ما اعرفش كده. الضغط بيأثر على جسمك في كل الاتجاهات. يعني اي جسم في قلب ميه، الضغط بيأثر في كل الاتجاهات بالمنظر ده. يعني جسمك كله بيتأثر بنفس الضغط، راسك زي رجلك زي ايدك زي كل حاجه في جسمك نفس الضغط. طيب هو ايهما معرض لضغط اكتر؟ ركز معايا كده. الجسم ده عنده ضغط اكبر ولا الجسم ده؟ تقول لي فهمتك يا استاذ. الجسم ده معرض لضغط اكبر. ليه؟ عشان الجسم ده نازل تحت اكتر، لان كل ما المسافه بتزيد كل ما الضغط بيزيد. يبقى الجسم ده معرض لكميه ضغط اكبر من الجسم ده. طب بص السؤال ده كده، في سؤال حلو في دماغي عايز اقول لك عليه. لو انا عندي مثلا ايه، بص كده معايا، ادي بحيره، حلو الكلام كده، ماشي، وعندنا هنا شخص اهو، في شخص واقف هنا اهو، او شخص بيعوم هنا وشخص بيعوم هنا وشخص بيعوم هنا، والميه فوق عامله كده. ادي شخص اول، شخص تاني، شخص تالت. وجيت سالتك سؤال، مين فيهم نفس المسافه، بيمشوا في نفس المسافه، مين فيهم معرض لضغط اكبر من التاني؟ تقول لي ايه؟ تقول لي يا مستر استنى يا مستر بقى، هما الثلاثه على نفس الارتفاع، صح؟ لا، يبقى هما الثلاثه الاتش 1 بتساوي اتش 2 بتساوي اتش 3، يبقى هما الثلاثه يا مستر في نفس الارتفاع، صح؟ لا، يبقى اذا يا مستر هما الثلاثه عندهم نفس الارتفاع وعندهم نفس عجله الجاذبيه، يبقى هما الثلاثه يا مستر بيتاثروا بنفس الضغط هو، عشان الثلاثه على نفس المستوى الافقي. يبقى اي اجسام على نفس المستوى الافقي بتتاثر بنفس الضغط. ركز معاك، اكتب المعلومه دي عندك. اي اجسام بتقع على نفس المستوى الافقي بتتاثر بنفس الضغط، لان عندهم نفس المسافه ثابته. نفس المسافه ايه؟ ثابته، عمق 10 عمق 10 عمق 10. جميع النقاط الواقعه في مستوى افقي واحد في سائل ساكن متجانس يكون ايه؟ يكون الضغط عندها متساوي. كل النقاط اللي بتقع في نفس المنطقه عندها الضغط ثابت.
وهذا ما يفسره خاصيه ايه بقى؟ حاجه اسمها الاواني المستطرقه. ايه الاواني المستطرقه دي؟ ركز معايا كده. هذه هي الاواني المستطرقه. يعني ايه يا مستر؟ يعني بكل بساطه ميه مفتوحه من كل حته اهي، دوره مفتوح من كل حته، بس جواه اشكال كتير عكس بعضها. لو انت ركزت معايا كده تلاقي ايه؟ لو انا جبت جسم حطيته هنا، حلو الكلام، وحطيت جسم هنا، وحطيت جسم هنا، وحطيت جسم هنا، وقمت حاطط جسم هنا. حلو كده الكلام؟ طيب مين فيهم بيتاثر بضغط اعلى من الثاني؟ تقول لي يا استاذ ايه؟ مش هم يا مستر كلهم بيقع على نفس الخط الافقي؟ اقول لك جدع، برافو عليك، بص نفس الخط الافقي. تقول لي خلاص يا استاذ كلهم نفس الضغط. ليه؟ عشان بيقع في مستوى افقي واحد، يبقى نفس ايه؟ نفس معدل الضغط. بص كده، يرتفع السائل في الاواني المتصله معا، كلهم متصلين معا، يرتفع السائل نفس المستوى. بص في الاخر كده السائل من فوق كمان نفس المستوى، ودي بقى حاجه عظيمه جدا. ليه بقى؟ صلى على النبي كده عليه الصلاه والسلام. لو انا عندي يا مستر بحر عامل كده، طبعا دي صخور وجبال، صخور وجبال وبهدله. بص كده البحر من تحت صخور وجبال ومرتفعات، هتلاقي الميه من فوق عامله كده. ايه ده ايه ده ايه ده؟ ده مهما حته مرتفعه ودي حته مش مرتفعه، وده عندنا عمق، يعني من تحت الميه من تحت مش بساط. هتلاقي الميه من تحت مالها في جبال من تحت بقى، وفي صخور وفي مرتفعات وفي منخفضات، هتلاقي ان في الاخر المستوى كله ايه؟ واحد. تيجي اقول لك على سر، اقول لك على سر. عارف الكون بتاعنا ده كله ايه الحاجه الوحيده اللي مستوى ثابت؟ مستوى الميه. يعني احنا عندنا مثلا مستوى الميه في مصر، لو انت فضلت ماشي عليه كده طوالي، مستوى البحر بتاعنا على مستوى البحر، فضلت ماشي طوالي، هتلاقي نفسك ولا بتطلع ولا بتنزل من الميه، نفس الميه ثابته. ليه؟ لان الميه كلها في العالم متصله ببعضها. فعشان كده يا رجاله مستوى سطح البحر بالنسبه للعالم كله مستوى ثابت. طب في بلاد بقى، في بلاد بتبقى موجوده فوق، هي بلد موجوده فوق، في بلاد موجوده تحت عادي، بس مستوى الميه ايه؟ مستوى الميه ثابت. عشان كده بيجي اي حاجه في الدنيا بيقيسها على حسب مستوى سطح البحر. يعني في ناس يا مستر، في ناس مثلا، بلاش حته تحت دي عشان اقول لك ايه ما تلخبطوش، سيبك من الحته دي. بص كده معايا، في ناس ساكنه هنا فوق الجبال، في ناس ساكنه هنا. حلو مثلا ده احمد اهو قاعد هنا، ودي واحده ايه قاعده هنا كده. حلو كام كده؟ ده قاعد فوق قوي على ارتفاع ايه؟ على ارتفاع 100 متر. بص كده ارتفاع 100 متر من مستوى سطح البحر، لان الحاجه الوحيده الثابته في الكون عندنا هو مستوى سطح البحر ثابت. طيب ده عايش هنا على ارتفاع كام؟ على ارتفاع مثلا 50 متر فقط. عشان كده اي حاجه بقيسها في الكون من حسب ارتفاع مستوى سطح البحر. يبقى عندنا الشخص ده بيعيش على ارتفاع 100 متر من مستوى سطح البحر، بينما الشخص ده على ارتفاع 50 متر من مستوى سطح البحر. يبقى مهما كان عندنا البحر من تحت طالع ونازل طالع ونازل، في اخر الميه كلها متساويه. يعني البحر من تحت ده بص عامل كده وكده وكده، من تحت صخور تحت بقى وشعاب مرجانيه وحتت منخفضه وصخور وحاجات كتير بهدله تحت. تحت الميه مستحيل تبقى قد بعضها، لكن من فوق يا مستر عشان السائل بيملى كل حاجه، تلاقي السائل من فوق بتاع الميه كله مسطح واحد. في ناس بقى بتعيش على ارتفاع سطح البحر عالي، وفي ناس بتعيش على ارتفاع سطح بحر قليل. في بلاد فوق وفي بلاد تحت منخفضه شويه. بص الحته دي كده، يفسر سبب اتخاذ مستوى المياه في البحار والمحيطات المتصله مع نفس المستوى. بص الجمله دي كده، يفسر سبب اتخاذ مستوى المياه في البحار والمحيطات المتصله معا نفس المستوى. بص كده البحار والمحيطات اللي متصله مع بعض تاخد نفس المستوى الافقي، ويتخذ المستوى الافقي لسطح البحر مستوى مرجعي. قال لك يعني مستوى مرجعي؟ حاجه بنرجع عليها ثابته، اي حاجه بنرجع عليها تبقى حاجه ثابته. يبقى مستوى سطح البحر هي حاجه ثابته بالنسبه لنا. ثابته بالنسبه لنا ليه؟ عشان بكل بساطه هم كلهم متصلين ببعض، فاذا كلهم نفس السوى الواحد، فممكن اي حد ساكن على ارتفاع 100 متر اقول لك ساكن فين؟ ساكن على ارتفاع 100 متر من سطح البحر. طب ده ساكن على ارتفاع 50 متر من مستوى سطح البحر. دي اسمها ايه بقى يا مستر بقى؟ اسمها السي ليفل. السي ليفل معناها ايه؟ معناها مستوى سطح البحر. ويستخدم في ايه بقى؟ لقياس الارتفاع حول الكره الارضيه. يعني ايه قياس الارتفاع؟ زي ما قلت لك جسمي بيرتفع 100 متر عن مستوى سطح البحر، طب جسمي بيرتفع 50 متر من مستوى سطح البحر. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. عندنا بقى يا باشا حاجه اسمها الضغط المائي، هو الضغط الذي يمارسه بواسطه الماء على اي جسم تحت سطح البحر. اي جسم طبعا تحت سطح الميه بيكون بيأثر عليه ضغط اسمه الضغط المائي. والضغط المائي ده يا مستر بيزيد حسب الميه فوق منه قد ايه. زي ما قلت لك قبل كده، لو في سمكه فوق منها 10 متر ميه زي سمكه ثانيه فوق منها 200 متر ميه، اكيد السمكه اللي فوق منها 200 متر ميه دي سمكه عندها فوق منها ضغط زياده. طب سمكه فوق منها 50 متر ميه الضغط عندها قليل. يبقى كل مكان يا مستر انت في العمق فانت شايل فوق ظهرك ميه كتير، فاذا بكل بساطه الضغط الواقع على ظهرك يبقى ضغط كبير، انك شايل فوق جسمك شايل فوق ظهرك كميه ميه كبيره فالضغط يبقى زياده. ماشي، معلومات على الهامش كده خفيفه. بص بيقول لك ايه؟ يزداد الضغط المائي كلما زاد العمق. لسه شرحها لك، كل ما انزل تحت الضغط زياده. يعني في جسم يقع هنا فالضغط عنده كبير، طب في جسم يا مستر بيقع هنا بص كده الضغط عنده ايه؟ الضغط عنده قليل، او خلي السهم عكس، الضغط عنده قليل. ثاني حاجه عند سطح البحر يكون الضغط مساوي للضغط الجوي. عند سطح البحر بقى، عند سطح البحر هنا كده لو في جسم بيقع هنا، الجسم ده الضغط بتاعه قد ايه؟ الجسم ده بيقع على سطح البحر،
يعني باكل على سطح البحر من فوق، يعني مفيش ميه فوق ظهره. يعني ايه؟ لو انت جبت مثلا حته خشبه وحطيتها على وش الميه، هل الخشبه دي شايله ميه فوق ظهرها؟ لا. يبقى الضغط بتاعها بيساوي ايه؟ يبقى الضغط بتاعها بيساوي الضغط الجوي مباشره. يعني مثلا يعني بي بيساوي بي اي زائد بي سائل. عندنا خشبه بتقع على مستوى سطح الميه، هل الخشبه دي عندها بي سائل؟ هل في سائل بيأثر عليها؟ هل في عمق بقى والكلام ده؟ مفيش عمق لانها قاعده على سطح البحر، مفيش ميه فوق ظهرها. يبقى اذا بالنسبه لنا البي سائل مش موجوده. يبقى اذا البي بتساوي ايه؟ يبقى اذا البي بتساوي بي ايه. بص كده معايا، عند سطح البحر يكون الضغط مساويا للضغط الجوي، ويعادل كام بقى؟ 1 علامه 0.13 في 10 أس 5. يزداد ضغط الماء تقريبا بنحو ضغط جوي واحد لكل 10 متر. الحته دي صعبه شويه فعايزين نشرح لك بالتفصيل كده، عايزين نمسح حاجه ونشرحها لك عشان انت هتتلخبط في الحته دي انا عارف. بص يا باشا، عايزين نعمل ايه؟ نعمل سطح البحر اهوت. حلو الكلام كده. وتعال نتكلم على الاعماق بقى. بص يا باشا، احنا دي مش هتقضينا دي. في حته ثانيه فاضيه تحت هنا، مفيش حته فاضيه تحت. ماشي، هنحاول نتكلم على الحته دي. بص يا باشا، ادي بالنسبه لنا الاعماق اهي عامله كده. بص يا باشا بقى معايا كده، بص الحته الحلوه دي. قال لك يزداد ضغط الماء تقريبا بنحو 1 ضغط جوي كلما نزلنا ايه؟ كلما نزلنا 10 متر على بعد 10 متر. هنا عندنا 10 متر. حلو الكلام كده، 10 متر الضغط الجوي بيساوي 1. حلو الكلام كده. طيب على بعد، بعد كده عندنا ايه؟ كل ما زاد 10 متر على بعد 20 متر. هنا 20 متر، دي 20 متر اهي 20 متر. 20 متر يبقى الضغط الجوي ب 2. طب على بعد يا مستر 30 متر، يبقى الضغط الجوي بكام؟ الضغط الجوي ب 3. طب على بعد يا مستر، بلاش بقى خليها 30 بقى، على بعد 70 متر يبقى الضغط الجوي ب 7. يبقى كل ما انزل 10 متر الضغط الجوي بيزيد 1. هنا يا مستر على مسافه 10 متر كان الضغط الجوي ب 1. طب على مسافه يا مستر 20 متر الضغط الجوي ب 2. طب على مسافه 30 متر الضغط الجوي ب 3. على مسافه 70 متر الضغط الجوي ب 7. طب على مسافه يا مستر قد ايه بقى؟ على مسافه يا مستر 100 متر الضغط الجوي بيساوي 10. حلو الكلام كده، بيساوي 10 ضغط جوي. 10 ضغط جوي. يبقى كل ما انزل 10 متر الضغط الجوي يزيد 1. على مسافه 10 متر الضغط الجوي 1. على مسافه 20 متر 2 ضغط جوي. على مسافه 30 متر 3 ضغط جوي. على مسافه 50 متر 5 ضغط جوي. على مسافه 60 متر يبقى 6 ضغط جوي. حلو الكلام كده. بص الحته دي، يزداد ضغط الماء تقريبا بنحو ضغط جوي واحد، ضغط جوي واحد لكل 10 متر اسفل السطح. مثال، على عمق 100 متر، على عمق 100 متر يبقى عندنا 10 ضغط جوي. بص كده، على عمق 100 متر سيكون الضغط الذي يسببه الماء حوالي 10 امثال الضغط الجوي. يعني ايه؟ الضغط الجوي اصلا بواحد، الضغط الجوي بواحد، الضغط الجوي بواحد. طب لما انزل 100 متر هيبقى 10، مش ال10 يبقى 10، مش الواحد 10 امثاله 10. عشان الحته دي الناس بتلخبط فيها. بص كده، لو انا عندي يا مستر 100 متر يبقى الضغط الجوي بيساوي ايه؟ الضغط الجوي بيساوي 10 امثال الضغط الجوي العادي. طب يعني ايه 10 امثال الضغط الجوي العادي؟ الضغط الجوي العادي اصلا بواحد، الضغط الجوي بواحد، الضغط الجوي العادي بواحد. طب عند 100 متر بقى يبقى عندي 10 ضغط جوي، يبقى 10 امثال الواحد. طب بص الحته دي، طب لو نزلنا يا مستر على عمق 200 متر، بص معايا كده، على عمق 200 متر بقى يبقى عندنا ايه؟ يبقى عندنا حاجه اسمها ايه؟ مش 10 امثال بقى، 20 امثال مثلا يعني. ليه؟ لان كل 100 متر 10 امثال، يبقى 200 متر يبقى 20 امثال او 20 مثال. في مشكله كده؟ يبقى كل ما انزل 10 متر بزود على الضغط الجوي واحد. 10 متر يبقى 1 ضغط جوي، 20 متر يبقى 2 ضغط جوي، 30 متر 3 ضغط جوي، 40 متر يبقى 4 ضغط جوي. طب نزلنا 100 متر، نزلنا 100 متر يبقى 10 ضغط جوي. ال 10 ضغط جوي ده بيساوي ايه؟ بيساوي 10 امثال لواحد، يعني 10 امثال ضغط جوي واحد. على فكره على عمق 50 متر مثلا، على عمق 50 متر هيبقى 5 امثال، صح ولا لا؟ يعني واحد ضغط جوي واحد، الضغط جوي واحد، فعلى عمق 50 متر يبقى 5 امثال لواحد. طب على عمق 60 متر يبقى 6 امثال لواحد. على عمق 80 متر يبقى 8 امثال لواحد. طيب في اعماق البحار يكون الضغط الجوي لا يمكن تصوره. في الاعماق بقى الضغط جوه فظيع جدا، ومع ذلك فان العديد من الكائنات البحريه تستطيع التكيف مع هذا الضغط. هنعرف بقى التكيفات ماشيه ازاي. اول حاجه عندنا تاثير الضغط على التكيفات البيولوجيه للكائنات البحريه. خدنا معظمها قبل كده في درس التكيف، والنهارده هنكمل تاني برضه على التكيفات. اول حاجه بقى عندنا المثانه الهوائيه او كيس العوم. نركز على الحته دي صعبه شويه. السمك متقسم 3 حتت، يا اما سمك بيعيش على السطح اسمها كائنات سطحيه، تعالوا نغير اللون ده. يا اما عندنا حاجه اسمها كائنات سطحيه عايشه على السطح، يا اما كائنات متوسطه بتعيش في الاعماق، يا اما كائنات متوسطه، يا اما كائنات بتعيش في الاعماق. اول حاجه عندنا الكائنات السطحيه، هي الكائنات التي تعيش بالقرب من سطح الماء، تواجه ضغطا مائيا منخفض. كائنات عايشه على وش الميه، ضغط منخفض، مفيش حاجه بيتاثر عليها، كميه الميه اللي فوق ظهرها قليله. طيب بص كده،
جسمها اقل قوه ومقارنه بالكائنات التي تعيش في الاعماق. طبعا جسمها مش محتاج يبقى قوي، مش محتاج الكلام ده. ليه؟ لانها عايشه على السطح، هي مش هتقاوم الضغط، ما فيش ضغط بيأثر عليها، فجسمها يبقى عادي، قوته قليله، عشان مش محتاجه يبقى عندها جسم قوي، لان ما فيش ضغط بيأثر عليها. طب كائنات تعيش في الاعماق المتوسطه، مهمه قوي، مهمه قوي اعرف الاعماق المتوسطه من كام لكام، دي مهمه قوي. الاعماق المتوسطه من 200 الى 1000، دي مهمه قوي 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 قوي. الارقام دي مهمه، من 200 الى 1000 دي اسمها اعماق متوسطه. طب لو انت يا مستر قلت لي يا مستر انا واقف دلوقتي في الميه على عمق 500، يبقى انت واقف في المنطقه المتوسطه. طب انا واقف في الميه على عمق 700، انت في المنطقه المتوسطه. يبقى من 200 ل 1000 اسمها منطقه متوسطه. اكثر تخصصا للتعامل مع الضغط والمتزايد، يعني جسمها بيتكيف عشان تتعامل مع الضغط. هشرح لك دلوقتي جسمها بيتكيف ازاي. طب كائنات عايشه في الاعماق، الاعماق يا مستر 2000 متر وانت طالع، 2000 متر وزود بقى، بص كده على اعماق كبيره اكبر من 2000 متر، يعني اكتر من 2000 متر انت كده في الاعماق خلاص، انت تحت بقى ربنا يعينك. الكائنات التي تعيش في هذه البيئات غالبا ما تكون ذات هياكل جسديه مدمجه. يعني ايه مدمجه؟ يعني تحس ان السمكه جسمها مبطط جدا جدا جدا، جسمها مدمج كله مع بعض، مفيش من جوه فراغات في جسمها، مفيش مناطق من جوه مثلا تحس ان السمكه مش مكرشه، لا السمكه كل جسمها مضغوط، الكبد مضغوط مع القلب مع الكلى، جسمها كله داخل في بعضه. بص كده كائنات ايه؟ كائنات تكون جسمها ايه؟ جسمها مدمج ومكون ببروتينات، بص جواه بروتينات وسوائل داخليه، جسم مدمج جواه بروتينات وسوائل. يبقى الاسماك اللي عايشه في الاعماق جسمها فيه كام حاجه؟ 3 حاجات: جسم مدمج، جسمها فيه سوائل، وجسمها فيه ايه تاني يا مستر؟ فيه بروتينات. طيب تعال نشرح الكلام ده بالراحه بقى مع بعض كده. بص يا باشا، بعض الاسماك لديها مثانات سباحه مملوءه بالغاز، خدناها قبل كده، المثانه الهوائيه. في سمك عنده مثانه هوائيه وظيفتها الطفو عشان تساعد على العوم، صح كده؟ بعض الاسماك لديها مثانات سباحه مملوءه بالغاز تساعدها على التحكم في طفوها. زي ما قلت لك السمكه جواها كيس هواء، لو كيس الهواء ده اتنفخ السمكه بتطلع فوق. طب لو كيس الهواء فضى السمكه بتنزل تحت. كيس الهواء ده عامل زي اللايف جاكيت، انت بتلبس لايف جاكيت في المصيف ليه؟ عشان اللايف جاكيت ياخدك ويطلع بيك على وش الميه. حلو الكلام كده؟ يبقى السمك ده لو جواه حاجه اسمها كيس عوم او جواه حاجه اسمها المثانه الهوائيه، المثانه الهوائيه دي مثانه جواها هواء، لما بتتنفخ السمكه بتطلع فوق. طب لما المثانه بتفرغ السمكه بتنزل تحت. طيب تساعدها في الطفو والتوازن مثل سمك البلطي وسمك السمور، والامثله مهمه. يبقى السمك اللي عنده مثانه هوائيه البلطي والسمور. طيب او على الانتقال بين الاعماق المختلفه خلال هجرتها. يبقى مين بيساعد على الانتقال في الاعماق المختلفه؟ اللي بيساعد على الانتقال من الاعماق المختلفه من عمق لعمق هو مين يا مستر؟ المثانه الهوائيه. حلو الكلام ده. بعض الكائنات التي تعيش في الاعماق السحيقه لا تمتلك مثانات غازيه. السمك اللي عايش تحت في الاعماق من تحت بقى، السمكه اللي عايشه تحت خالص دي ما عندهاش مثانات هوائيه. عارف ليه؟ لان المثانه جواها هواء، ممكن مع كتر الضغط المثانه تنفجر، فالمثانه دي ما فيهاش هواء. الاسماك اللي بتعيش في الاعماق ما عندهاش مثانه هوائيه. يبقى الاسماك اللي بتعيش فوق شويه هي اللي عندها مثانه هوائيه عشان تخليها تنتقل بين الاعماق. يبقى فايده المثانه الهوائيه ايه؟ فايده المثانه الهوائيه بتساعدها على الطفو وبتخليها تنتقل بين الاعماق. دي مهمه قوي عشان تعمل هجره. عشان تعمل ايه؟ عشان تعمل هجره. فلما اقول لك تعمل هجره تقول لي سمك السلمون. يبقى سمك السلمون عنده مثانه هوائيه. ليه؟ لان سمك السلمون بيعمل هجره. حلو كده؟ كلام زي الفل. طيب لا تمتلك مثانات غازيه لضمان عدم تعرضها للانهيار تحت الظروف مثل الضغط. مين بقى مثل بقى؟ زي سمكه الراي. يبقى سمكه الراي ما عندهاش مثانه هوائيه، لا تمتلك مثانات غازيه لضمان عدم تعرضها للانهيار تحت هذا الضغط العالي مثل سمكه الراي. سمكه الراي يا مستر هي السمكات المبططه اللي هي مدمجه، هوريها لك كمان شويه. سمكه الراي دي سمكه مبططه ما عندهاش مثانه هوائيه لانها بتعيش في الاعماق. سمك الراي بيعيش في الاعماق، فممكن المثانه تنفجر مع كتر الضغط، الهواء بينفجر، فما عندهاش مثانه هوائيه. حيث تزيد من كثافه اجسامها لتتحمل الضغط العالي، بتخلي جسمها ذات كثافه عاليه عشان الضغط ما ياثرش عليها. طيب تمتلك مثانه تحتوي على، فيها مثانه بقى بس مش فيها غاز، مثانه تحتوي على سوائل. المثانه بتاعتها فيها سوائل زيتيه. ليه سوائل زيتيه؟ عشان الزيت كثافته قليله يخليها دايما تطفو فوق. يبقى الاسماك اللي عايشه في الاعماق عندها مثانه فيها سائل. ليه مثانه فيها سائل؟ لان المثانه اللي جواها السائل هتساعدها على الطفو. يبقى تاني كده الاسماك اللي بتعيش في الاعماق جسمها مدمج وعندها مثانه جواها سائل زي زيت. ليه بقى يا مستر الزيت كثافته قليله هياخدها ويطلع بيها فوق، هيخليها تطفو فوق. بص كده، وتعتمد على الكبد الكبير، عندها كبد كبير عشان الكبد غني بالزيوت التي تساعدها على الطفو. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. اخر حاجه عندنا بقى خالص، الحمد لله خلاص كده اخر حاجه، الهيكل العظمي والهيكل الغضروفي. الحته دي مهمه برضه. الاسماك العظميه، السمك اللي عنده عظم، يعني السمك اللي فيه شوك، اللي هو السفه بتاع السمك اللي هي السلسله اللي في النص والشوك اللي في الجناب والكلام ده. الاسماك العظميه بقى يوفر دعما قويا لجسمها، بيخلي السمكه قويه. السمك اللي عنده عظم ده سمك قوي، يوفر دعما قويا لجسم السمكه
وثباتا للجسم تحت الضغوط المختلفه مثل حركه المياه او الضغط العالي، مثل سمك البلطي والبوري. يبقى سمك البلطي وسمك البوري احنا بناكله، عندهم جوه شوك وسفه كتير. طب في حاجه اسمها اسماك غضروفيه زي سمك القرش. سمك القرش يا مستر من جوه ما عندوش عظم، ما عندوش شوك ولا سفه. سمك القرش من جوه عنده غضاريف، ما عندوش ولا شوك ولا سفه، جوه مليان غضاريف. بص كده، الغضروف هو نسيج اكثر مرونه واخف وزنا مقارنه بالعظام، مما يمنح الاسماك الغضروفيه مرونه تميزها عن كل الاسماك العظميه. يبقى الاسماك يا مستر زي القرش، سمك القرش مثلا عنده ايه يا مستر؟ سمك القرش، سمك القرش يا مستر عنده جواه ايه؟ جواه حاجه اسمها ايه؟ جواه يا مستر حاجه اسمها غضاريف، نسيج اكثر مرونه بيساعد السمك على ايه؟ بيساعدها على التحرك بسهوله، زي اسماك القرش واسماك الراي، وهي مجموعه ايه؟ وهي مجموعه من الاسماك، سمك القرش وسمك الراي. سمكه الراي اللي عايشه تحت، فاكر؟ سمك الراي عايش هنا اهي، سمكه الراي دي عايشه هنا، تبقى عامله كده تقريبا. سمكه الراي مثل السمكه عايشه هنا، مالها؟ جسمها غضروفي عشان تتحمل الضغط الزياده، مش جسمها عظمي، هي اجسام غضروفيه. اسماك الغضروفيه اسماك مرنه تساعد على الحركه بسرعه. طيب، امثله مهمه يا رجاله. بعد كده عندنا حاجه اسمها الاغشيه الخلويه. تتميز الاغشيه الخلويه لكائنات الاعماق بوجود البروتينات الدهنيه، يعني البروتين عباره عن بروتين دهني، بروتينات وعندها دهون. ليه بقى؟ البروتينات الدهنيه. بص يا باشا، اي سمكه من جوه فيها اغشيه، اللي هو الاغشيه بقى والانسجه بتاعتها والالياف والكلام ده كله. الاغشيه دي ممكن تتلف، فعشان نحمي الغلاف ده، عشان نحمي الغلاف بنحط حوالين بره حاجات. عارف زي مثلا سلك الكهرباء، ممكن لما يكون مثلا بلاش سلك الكهرباء، سلك الشحن بتاعك، ساعات بتحس ان سلك الشحن ممكن يتقطع، فبتلف حوالين منه لزقه وبتحط حوالين منه استك. ليه؟ عشان تحميه. الانسجه او الاغشيه الخلويه، الاغشيه الخلويه بتاعت الاعماق دي بنحميها ازاي بقى؟ بنجيب الغشاء الخلوي ده ونحط عليه بروتين دهني. ليه؟ عشان نحميه من التلف. كاني بحط عليه بره كفر ايه؟ عشان احميه من التلف. بص كده، تعمل على تعزيز مرونه الاغشيه، تخلي الاغشيه اكثر مرونه، ومنع انهيارها، يعني ما تقطعش، مفيش غشاء يتقطع مع كتر الضغط، الانسجه ما تقطعش. تعمل على تقليل تاثير الضغط او تقلل الضغط، يعني بدل ما كان يمسر بالنسبه لنا الشعيره الدمويه او الاغشيه ماشيه كده ممكن تاثر بالضغط، لا، انا بعمل ايه يا مستر؟ انا بزود عليها بروتين دهني عشان احميها من الضغط فما تتقطعش. بص كده، تحميها او ايه؟ تقلل الضغط على الاغشيه الخلويه مما يمنع حدوث تلف ويستمر الكائن الحي. يبقى انا عشان احمي الاغشيه الخلويه بحميها ازاي؟ تاني مع بعض كده، الاسماك يا مستر اللي عايشه في الاعماق عشان نحمي انسجتها، نحميها ازاي يا مستر؟ بنحط حوالين منها بروتينات دهنيه. يبقى ما وظيفه البروتينات الدهنيه؟ البروتينات الدهنيه بتحمي الاغشيه الخلويه من التلف وبتحميها من الضغط العالي. في مشكله كده؟ كلام زي الفل. كده يا رجاله نكون خلصنا مع بعض الدرس السابع، خلاص كده خلصناه درس الضغط. نبدا نحل بقى الواجب بتاعه، وبعد كده يا باشا شكرا كده احنا خلصنا لحد الدرس السابع. يلا بينا نحل الواجب، يلا بينا. تعالى بقى نشوف الواجب بتاع الدرس ده اخباره ايه. بيقول لك ايه؟ اول حاجه عندنا الشكل المقابل يمثل زجاجتين من البلاستيك، زجاجه بي وزجاجه ايه؟ محكمه الغلق، واحده فيها هواء والثانيه فيها ميه، يعني واحده فيها غاز والثانيه فيها سائل، واحده فيها غاز والثانيه بيها عباره عن حاجه اسمها سائل. الضغط عليهما من الخارج بقوه وضغطنا عليهم بقوه، مسكنا حاجه ضغطنا عليهم. طبعا لو انت ركزت معايا كده، الغاز ده هيسمح بالضغط عادي لكن السائل مش هيسمح بالضغط. هما الاثنين مواقع، بس ده يسمح بالضغط ده يسمح بالضغط. يبقى اذا الازازه رقم ايه فقط تقبل الضغط لانها تحتوي على غازات، الزجاجه رقم ايه. تعتمد القوه الضاغطه على جسم في باطن سائل، تعتمد على ايه؟ القوه الضاغطه على جسم في باطن سائل. يعني عندنا بي بتساوي ايه؟ بي بتساوي رو جي اتش. تعتمد على الكثافه، صح، الكثافه صح، وتعتمد على عمق الجسم عن عمق، صح. طب مساحه السطح برضه تنفع، صح، لكن حجم السائل ما جبناش سيره الحجم خالص في القوانين بتاعتنا. 85 في شكل مقابل يمثل ثلاثه اواني A B C مختلفه الشكل معا بواسطه قاعده افقيه، الاجسام المستطرقه اهيت. سكب سائل في احدهما وبدا يتحرك يرتفع في الثلاثه. صبنا سائل، لقينا السائل في الثلاثه زي بعض، هم نفس المسافه على فكره، لقينا السائل في الثلاثه زي بعض حتى سكن في ارتفاع سطح السائل. عايز اقول لك بقى ايه؟ يا ترى مثلا السائل ده يكون اعلى لإناء رقم ايه لانه اكبر حجما؟ مفيش حاجه اسمها كده. هو في الاخر يا مستر حتى لو كان اناء كبير في الحجم او حتى اناء واسع، في الاخر هياخدوا نفس المسافه، صح ولا لا؟ فالاجابه غالبا تبقى اجابه رقم دي. ليه اجابه رقم د بقى؟ النقطه A والنقطه B والنقطه C هم الثلاثه في نفس المستوى الافقي، يبقى هم الثلاثه يقعوا على نفس الارتفاع، يبقى يتحملوا نفس الضغط، لان الثلاثه في نفس الارتفاع فيتحملوا نفس الضغط. ادرس الجدول المقابل الذي يوضح اقصى عمق لبعض المسطحات المائيه. البحر الاحمر اقصى عمق 2500 متر، الخليج العربي اقصى عمق 80 متر، البحر المتوسط اقصى عمق 4000 متر. رتبهم تصاعديا حسب الضغط، تصاعديا من الصغير للكبير. اول حاجه يبقى الخليج العربي، ده بالنسبه لنا كده مصر العمق بتاعه قليل، العمق قليل فالضغط قليل. بص كده، بي بيساوي رو جي اتش. حلو كده، كل ما المسافه قلت كل ما الضغط يقل، علاقه طرديه. يبقى اذا اول حاجه الخليج العربي، بعد كده البحر الاحمر، بعد كده البحر المتوسط.
عايز يرتب تصاعدي، اقل واحد في الضغط يبقى الخليج العربي، يبقى الخليج العربي ثم البحر الاحمر ثم البحر المتوسط. جدول التالي يوضح بيانات الانبوبتين الزجاجتين في الشكل، واحده فيها زيت والثانيه فيها ميه، الاثنين بيقعوا في نفس الارتفاع تقريبا، بص كده نفس الارتفاع هنا نفس الارتفاع هنا. ماشي، الزيت والميه وزن الثقل 20 جرام 20 جرام، ارتفاع السائل 15 15، يبقى اذا بالنسبه لنا الوزن اللي هي القوه هي حلو الكلام، والارتفاع هو بس الضغط هنا غير الضغط هنا. الضغط بيختلف. ايه الضغط بيختلف بقى؟ هو مش الضغط بيساوي رو جي اتش، الاثنين نفس المسافه حلو الكلام، والاثنين نفس عجله الجاذبيه. ايه اللي بيخلي الضغط ده غير الضغط ده؟ اكيد يا مستر المشكله في الكثافه، صح؟ لا لان كثافه الزيت اقل من كثافه الميه، يبقى اللي خلى الضغط، بص كده معايا، اللي خلى الضغط في الزيت قليل، بص كده، الضغط في الانبوبه الاولى اللي فيها الزيت، الضغط الانبوبه الاولى اللي جواها الزيت الضغط قليل في الانبوبه الاولى. ليه؟ لان الزيت فعلا كثافته قليله، ولما الكثافه تقل اكيد الضغط هيقل. يبقى اذا يا مستر الانبوبه الاولى الضغط قليل ليه؟ لان الكثافه فيها قليله. يبقى اذا يا مستر الاجابه هتبقى ايه؟ اختلاف الايه؟ او مش اختلاف بقى، الزيت اقل كثافه من الماء. طيب السؤال اللي بعد منه، يغوص غواص ثقوبه الى عمق 1.25، ماشي، يبقى الاله الحاسبه ثواني كده. في غواص بيغوص على عمق 1.25 متر تحت سطح البحر، وكانت كثافه الميه بتساوي كذا، ما الضغط الذي يؤثر به مع الغواص؟ حلو، كان سؤال سهل جدا. بي بتساوي ايه؟ بي بتساوي رو جي اتش. عايز ايه يا مستر؟ عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الضغط الذي يؤثر به مع الغواص، يعني عايز البي بتاعت السائل اهي، عايز بي سائل. هنعمل ايه؟ هنضرب رو جي اتش بيساوي، قال لك اول حاجه كثافه الميه بكام؟ كثافه الماء بتساوي 1025، يبقى 1025 في عجله الجاذبيه بكام؟ قال لك الجاذبيه ب 9.8، يبقى في 9.8 في، قال لك الارتفاع بكام اتش؟ الارتفاع متر وربع، الارتفاع متر وربع. هضرب ده في ده في ده واشوف الاجابه هتبقى كام. يبقى مع بعض كده على الاله 1025 في 9.8 في 1.25، طلعت بكام عندنا؟ طلعت ب 1.25 اجابه رقم كام؟ اجابه رقم د. السؤال اللي بعده، اذا وجد جسم تحت سطح الماء على عمق 200 متر، يكون الضغط الذي يؤثر به الجسم حوالي قد ايه؟ اتفقنا اتفاق، كل ما انزل 10 متر بزود واحد. طب كل ما انزل 100 متر كان 10 امثال. طب كل ما انزل 200 متر يبقى 20 مثال، يبقى اذا 20 مثال، ان كل ما انزل 10 متر يبقى 10 امثال. يتم سكب 4 سوائل مختلفه في الصونات قياس متماثله مدونه على كل منهما اعماق السوائل وكثافتها. يعني دي بالنسبه لنا الكثافه، ده الكثافه اهو، دي الكثافه، وده الايه؟ وده العمق. حلو الكلام ده. اكبر ضغط مين بقى؟ الله، الدنيا كده حلوه. السؤال ده صعب جدا جدا على فكره، صعب جدا جدا كمان. عايز يحسب ايه؟ عايز يحسب الضغط اكبر واحد عند مين؟ كده الضغط القانون بتاعه ايه؟ بي بتساوي ايه؟ بي بتساوي رو جي اتش. عجله الجاذبيه ثابته فيهم كلهم، بص كده، عجله الجاذبيه ثابته فيهم كلهم، فانا ممكن اطير عجله الجاذبيه، اطيرها. هلعب على الكثافه وهلعب على الارتفاع. اول حاجه الكثافه وحدتها ايه؟ وحده الكثافه اصلا، الكثافه وحدتها كيلو جرام على ايه؟ على متر تكعيب. دي وحده الكثافه، كيلو جرام على متر تكعيب. حلو الكلام كده. طب العمق وحدته ايه؟ العمق وحدته متر. فمحتاج احول، الاول عايز احول من جرام سنتيمتر تكعيب الى كيلو جرام متر تكعيب. فاكر التحويله دي؟ بضرب في 1000، فهو قايل ايه؟ 7 من 10 في 1000 تطلع ب 700، يبقى 700 كيلو جرام متر تكعيب. طب عايز احول من السنتيمتر للمتر، يا مستر هعمل ايه؟ هقسم على 100، يبقى 4 من 10. انا كده بجيب الارقام. ها، طب ناقصك عجله الجاذبيه ثابته، ممكن احطها ممكن لا. بعد كده اجيب الضغط لكل واحد بقى. طب تعال نغير الارقام دي، 1 و2 هضربها في 1000 يبقى 1200، يبقى كثافه 1200. طب العمق 30 سم، لا هيبقى 3 من 10، هقسم على 100 عشان احول. هنا عندنا يبقى 1600 هضرب في 1000، هنا هقسم على 100 يبقى 2 من 10. هنا هضرب في كام؟ هضرب في 1000 يبقى عندنا 2000. هنا هقسم على 100 يبقى 1 من 10. كده انا جبت ايه؟ كده انا جبت مصدر الكثافه وجبت الارتفاع. عجله الجاذبيه مش هحطها لانها ثابته فيهم كلهم، فابدا اعوض كده. هو قايل ايه؟ 700 في 4 من 10 تطلع بكام؟ تطلع ب 280. ده الضغط، يعني كان الضغط 280. طب الضغط هنا 1200 في 3 من 10 يبقى الضغط بكام؟ الضغط بيساوي 360. طب حلو الكلام ده. تعالى معايا كده فوق، هيبقى عندنا مصر هنا مثلا الحته دي، هيبقى عندنا ايه مصر في الحته دي؟ ركز معايا كده، هنقول 1600 في 2 من 10 يطلع بكام يا مستر؟ هيطلع ده ب 320. طب تعالى هنا كده 2000 في 1 من 10 تطلع بكام؟ تطلع ب 200. الله الله، مين اكبر ضغط يا مستر؟ اكبر ضغط عند النقطه ب.
المشكله كده كلام زي الفل. هبط غواص الى عمق 30 متر في المحيطات. ما قدر الضغط المؤثر على الغواص بافتراض ان الضغط الجوي بيساوي كذا باسكال. عايز يعرف الضغط المؤثر على الغواص علما بان الكثافه بتساوي كذا وعجله الجاذبيه بتساوي كذا. سؤال لحد ما لذيذ. هنعمل ايه يا مستر؟ هو عايز يحسب الضغط، هو عايز كذا 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 كذا، ما مقدار الضغط المؤثر. انا عايز بي. بي بتساوي ايه بقى؟ بي بتساوي رو جي اتش. الموضوع لذيذ جدا وسهل. يلا يا باشا بسم الله بسم الله. اول حاجه عندنا البي بتساوي ايه؟ الرو بكام؟ قال لك كثافه الميه 1025. ادي عندنا هنا بنتكلم في ايه؟ بتكلم في الكثافه. فبالنسبه لنا كده الكثافه. عجله الجاذبيه بكام؟ قال لك عجله الجاذبيه 9.8 في ناقص ايه عندنا بقى؟ قال لك عندنا الارتفاع قد ايه؟ 30 متر. هضرب ده في ده في ده يبقى 1025 في 9.8 في 30 يطلع بكام عندنا يا مستر؟ يطلع برقم كبير جدا جدا كده. رقم بالنسبه لنا ثواني في خطا تقريبا. احنا عندنا 1025 المفروض يطلع ب 30. في حاجه غلط. قال لك 30 متر كذا كذا عجله الجاذبيه يساوي كذا ايمن الضغط الجوي. نسينا الضغط الجوي. ده في كمان ضغط جوي. شوف انا سرحت ازاي. انا اسف جدا جدا جدا. انا كل ده هجمعه زي ايه؟ هجمعه زي الضغط الجوي. انا نسيت. شفت انا نسيت ازاي؟ فهنضيف الضغط الجوي. تعال نضيف الضغط الجوي مع بعض كده. شوف انا سرحت. ما شوفش انا الضغط الجوي. انا اسف جدا ليكم. طيب عندنا هنا كده 30 اهيت 30. كل ده بقى زائد مين بقى؟ كل ده هيبقى زائد ايه؟ زائد الضغط الجوي. الضغط الجوي بكام؟ الضغط الجوي بيساوي 10 3 2 5 باسكال. حلو الكلام ده. يلا مع بعض كده بسم الله. ده بقى هضيف له الضغط الجوي. هنضيف ايه؟ 10 3 2 5 يطلع عندنا بكام يا مستر؟ يطلع عندنا احنا غالبا يطلع ب 4 0 2 6 7 5. طيب اي مما يلي ينسب اليه ارتفاع جبل الهيمالايا. طبعا اي حاجه في الدنيا ارتفاع قلنا قبل كده اي مرتفعات جغرافيه بنقيسها بايه بقى؟ بحاجه اسمها مستوى سطح البحر. لا استنى كده. مستوى سطح البحيره ايه؟ مستوى سطح البحر. اجابه رقم ب مستوى سطح البحر. لماذا ينصح بارتداء بدله الغطس عند الغوص تحت الميه؟ لان بدله الغطس يا مستر بتتحمل الضغط العالي بتاع الميه. السؤال اللي بعده. السؤال ده هينام شويه في اللي احنا بنشرح. تم حفر ثقوب متطابقه اي بي سي. بدل ما نتكلم في الرغي ده كله. بص يا معايا كده. كل ما انزل تحت مش الضغط بيزيد؟ بص كده معايا. مش كل ما انزل تحت مش الضغط بيزيد؟ تقول له يا مستر كل ما تنزل تحت مستر الضغط بيزيد. ولما الضغط بيزيد اندفاع السائل بيكون اعلى واقوى. صح لا؟ رقم سي ده اكبر اندفاع سائل. ليه اكبر اندفاع سائل؟ لان الضغط في رقم سي عالي قوي فاندفاع السائل قوي. يبقى اذا بكل بساطه ايه اللي خلى رقم سي فيها اندفاع سائل اعلى؟ بص كده. 3 نقط اي بي سي. عند برميل اسطواني الشكل مملوء تماما بالماء، فما تفسير اختلاف المسافات؟ ليه المسافات مختلفه؟ ليه رقم سي يا مستر الضغط عالي فالميه بعدت بعيد؟ لما الضغط بيزيد الميه بتبعد بعيد قوي. بص كده لو جبت خرطوم ميه والضغط فيه عالي بلاقي الميه وصلت 10 متر قدام، لكن لو الميه ضعيفه الميه بتنزل يا دوبك متر قدام بس. فضغط الميه لما بيزيد اندفاع الميه قدام بيزيد. ايه اللي خلى سي اكبر اندفاع ميه؟ عشان سي عندها ضغط زياده. يبقى اجابه تبقى يا مستر بزياده العمق يزداد الضغط فيزداد قوه اندفاع المياه. يوجد هيكل قارب غارق مساحته 12 متر. ماشي. 12 متر تربيع في قاع البحر على عمق كذا. دي عمقها على عمق 15 متر تحت سطح البحر. فإن القوة التي يتأثر بها الماء على الهيكل القارب بيساوي إيه؟ يعني بالنا كثافة كذا وكثافة كذا وكذا. هنا بيتكلم على قانونين تقريبا. ركز معايا كده. القانون الأول اللي هو عبارة عن بي بيساوي اف على ايه؟ هو عايز يا مستر بص أقول لك إيه؟ فإن القوة هو عايز اف. وعايز يحسب الاف. عايز القوه كام؟ القوه بتساوي ايه؟ القوه بتساوي الاف هتساوي بقى ايه؟ الاف هتساوي البي في الايه. طب حلو الكلام ده. طب انت معاك اصلا الضغط ده مش معاك الضغط ده. هتجيب الضغط ازاي بقى؟ يبقى بي بتساوي رو جي اتش. اول حاجه اعملها هجيب البي عشان اطلع اقعد بيها فوق. يعني بص انا جريت شويه معلش. تعال نلم تاني مع بعض ولا كاني قلت حاجه. بص كده. يوجد هيكل غارق مساحته 12 متر على في قاع البحر على عمق كام؟ عمق 15 تحت سطح البحر. فإن القوة التي يتأثر بها الماء على القارب. عايز يحسب القوة. طب القوة قانونها إيه؟ القوة مستر قانونها ضغط في مساحة. طب أنا أصلا معايا الضغط. هل أنت معاك الضغط؟ معكش الضغط بس أنت معاك معطيات الضغط. صح ولا يا رجالة؟ أول حاجة نعمل إيه؟ أول حاجة نعملها نجيب الضغط. هنجيب البي. يبقى الضغط بيساوي إيه؟ بسم الله مع بعض كده. يبقى الضغط بيساوي إيه؟ الضغط بيساوي يا مستر رو جي اتش. يلا يبقى الضغط بيساوي إيه؟ مع بعض بالراحة كده. الرو بكام؟ علم بقى ان الكثافه بتساوي كذا. يبقى الكثافه بتساوي كام؟ 1025 في عجله الجاذبيه 9.8 في العمق قد ايه؟ العمق 15.
هو هتعوض بدي، دي المساحه ايه؟ هو هتعوض بيها مساحته كذا في 15. هيطلع رقم، هنجيب الرقم ده كام مع بعض؟ 1025 1025 في 9 علامه 8 في 15 طلع بكام؟ طلعت ب 15675. حلو، هنعمل ايه بقى يا مستر بقى؟ انا عايز احسب القوه، يبقى اف بتساوي ايه؟ يبقى الاف عندنا بتساوي الاف بتساوي البي في الاي. يبقى الرقم اللي طلع ده يا مستر هعمل فيه ايه؟ الرقم اللي طلع عندنا هضربه في ايه؟ هضربه يا مستر في ايه؟ هضربه في 12. حلو الكلام كده؟ يبقى الرقم اللي طلع عندنا هضربه في 12. يبقى عندنا يا مستر بيساوي ايه بقى ايه؟ بي في ايه؟ يبقى سنه كده 15675 في المساحه بكام؟ ب 12 في 12. يبقى الرقم ده يتضرب في 12 يطلع عندنا كام؟ 18 ايه؟ ده مش 180000 180000 ده هو الرقم ده. في مشكله كده؟ سؤال جميل جدا ولذيذ. باقي اسئله سهله بقى. بص كده، اي الاشكال التاليه توضح بشكل صحيح العلاقه بين ضغط الماء عند نقطه بوزن عمود من الماء يقع فوق. كل ما كان وزن العمود زياده كل ما كان الضغط بتاعنا بيزيد. يبقى علاقه طرديه. كل ما كان يا مستر الميه عندنا وزن عمود الميه كبير، يعني كل ما كان الارتفاع كبير كل ما كان الضغط عندنا بيزيد. ادرس الشكل البياني ثم اجب عن الاتي. عندنا 4 اجسام، طبعا كل جسم الوزن يعني القوه والمساحه. فانا غالبا هنكتب القانون بتاعنا. ايه القانون بتاعنا؟ البي بتساوي الاف على الاي. بص قال لك ايه؟ اي هذه الاجسام تؤثر بضغط اكبر. مين فيهم عنده ضغط كبير؟ اول حاجه مثلا عشان الضغط ده يبقى كبير، انا عايز ضغط كبير صح؟ هختار اقل مساحه واكبر قوه. بص معايا كده، انا عشان يا مستر عشان ازود الضغط، عايز ازود الضغط فاختار مساحه قليله. فمساحه قليله يبقى ال 20 سم وال 10 سم، 20 سم اوت و20 سم كمان هنا اوت. عندي 10 سم و10 سم، يبقى انا كده عملت ايه يا مستر؟ مستخدم مساحه قليله بس هاخد ضغط كبير بقى. هاخد ايه؟ سوري، هاخد وزن عالي. ليه؟ لان ده لما يزيد ده هيزيد، ولما ده يقل ده برضه هيزيد. يبقى انا هزود ده وانقص ده، يبقى ده هيزيد جدا. يبقى اول حاجه اعمل ايه؟ اول حاجه اختار مساحه قليله، ثاني حاجه اختار وزن عالي، يعني اختار قوه كبيره. مين فيهم اكبر قوه؟ هنا قوه 200 وهنا قوه 100، يبقى القوه 200 احسن. يبقى اجابه رقم كام؟ اجابه رقم سي. شكل مقابل يوضح اواني مستطرقه. تم ملئها بنفس السائل ليكون ارتفاع السائل متساوي، فإن الترتيب الصحيح للضغط دي رقم 1، دي رقم 2، دي رقم 3، ودي رقم 4. واضح جدا 1 و4 زي بعض. بس كده النقطة رقم 1 بتساوي النقطة رقم كام؟ النقطة رقم 4. ليه؟ في نفس النقطة، يبقى 1 و4 زي بعض. بعد كده عندنا بقى 2 مالها أقل شوية، لأن كل ما أنزل تحت الضغط بيزيد. 2 ضغط أقل شوية، بص كده رقم 2 مرتفع فوق فالضغط أقل، يبقى بي 2. بعد كده مستر بي 3 فوق خالص يبقى الضغط بتاعها قليل، يبقى اخر حاجه عندنا بي 3. يبقى اجابه رقم كام؟ اجابه رقم ج. السؤال اللي بعده التكيفات بقى. ما الذي يميز الهيكل الداخلي لسمكه القرش عن الهيكل الداخلي لسمكه البلطي؟ طبعا هيكل داخلي لسمكه القرش اكثر مرونه. اكثر مرونه ليه؟ لان بكل بساطه مستر هيكل غضروفي، فالهيكل الغضروفي اكثر مرونه. يعمل ايه كل ما ياتي على منح الكائنات البحريه مرونه لتتحمل تاثير الضغط المائي؟ ايه بيدي مرونه يا مستر؟ بيدي مرونه حاجتين، البروتينات الدهنيه والاجسام الغضروفيه. يبقى البروتينات الدهنيه في الاغشيه الخلويه والهيكل الغضروفي بيدي مرونه عاليه. شكل مقابل يمثل سمك السلمون التي ينتقل بين الاعماق المختلفه خلال هجرته. فاكر ان سمك السلمون ده عنده مثانه هوائيه؟ فاكر ولا لا؟ كتبناها من شويه، عنده مثانه ايه؟ مثانه هوائيه. اشمعنى؟ لان انا كنت شرحت لك كلمه ارجع لها كده، قلت لك بيصعد على الهجره. مين بيصعد على الهجره بين الاعماق؟ اللي بيصعد على الهجره بين الاعماق يا مستر هو مين يا مستر؟ المثانه الهوائيه. يبقى فايده المثانه الهوائيه بتعمل ايه؟ المثانه الهوائيه تساعد على الهجره بين الاعماق. حلو قوي الكلام ده. طب مين السمكه يا مستر اللي بتهاجر عندنا في منهجنا؟ هي سمك السلمون. يبقى اذا يا مستر سمك السلمون بيهاجر بين الاعماق، يبقى عايز ايه؟ عايز مثانه هوائيه بيها غاز، وكنت كاتبها لك انا فوق. يصنف سمك الراي. فاكر سمكه الراي؟ السمكه اللي كانت عامله كده دي لك عليها سمكه مبططه. يمثل سمك الراي من كائنات الاعماق الايه؟ سمك الراي يا مستر اعماق سحيقه، يعني اعماق تحت خالص، اخر حاجه في الاعماق. يبقى متوسطه غلط، اعماق سحيقه. ويحتوي على ايه؟ مثانه بها سوائل. سمك الراي ما عندوش مثانه هوائيه، لان المثانه الهوائيه هتنفجر مع الضغط العالي، عنده مثانه فيها سائل اللي هو الزيت بتاع الكبد. ادرس الجدول المقابل والذي يوضح اعماق مختلفه داخل البيئه المائيه. سمك السلمون يا مستر عنده مثانه هوائيه، وطالما عنده مثانه هوائيه يعني بيعيش في اعماق متوسطه. يعني سمك السلمون بيعيش ما بين 200 الى كام يا مستر بقى؟ من 200 الى 1000. يبقى سمك السلمون بيعيش في اعماق متوسطه
عنده مثانه هوائيه. المثانه الهوائيه بتاع السمك الاعماق المتوسطه. فالسمك السلمون بيعيش من 200 ل 1000، يعني بيعيش على حسب كام، بيعيش على 500. ليه بقى؟ لان سمك السلمون بيعيش في اعماق متوسطه. تم تشريح احد الاسماك وجد بداخلها مثانه تحتوي على سوائل. مثانه فيها سوائل، يبقى ده في الاعماق. اعماق يعني ايه؟ اعماق يعني اكثر من 2000 متر. اعماق يعني اكثر من 2000 متر، يبقى 2300 متر. بعض الاسماك لديها طرق للتكيف مع الضغط المتواجد في الاعماق المتوسطه. اعماق متوسطه تحتوي على ايه بقى؟ قال لك طالما اعماق متوسطه يبقى عندنا ايه؟ عندنا مثانه بها غاز، لان اعماق متوسطه زي السلمون مثانه بها غاز. يمكن ان تتواجد البروتينات الدهنيه بتاعت الاغشيه الخلويه، اخر حاجه شرحناها. السمك اللي عايش تحت خالص في الاعماق تحت خالص، على العمق كام؟ على العمق 2300 متر، لان العمق الجامد قوي اكتر حاجه في العمق عندنا بعد 2000 متر كلها اعماق. يبقى احنا عندنا المتوسط من 100 ل 1000. اعماق يا مستر بقى اكتر من 2000. اللي بعدها كده، اي من الكائنات التاليه تتكيف بشكل افضل مع الضغط العالي في اعماق المحيطات؟ مين في دول عنده تكيف اعلى في ايه؟ عنده تكيف افضل مع الضغط العالي في اعماق المحيطات. اسماك عظميه لا، ثدييات بحريه لا، اسماك غضروفيه صح، عندها غضروفات او عندها اجسام غضروفيه بتساعدها على المرونه والحركه. ما هو التكيف الرئيسي الذي يساعد الاسماك العميقه على تحمل الضغط العالي؟ ايه يا مستر بقى؟ وجود مثانه سباحه كبيره، ولا وجود عظام قويه، ولا هياكل غضروفيه؟ هياكل غضروفيه. زي بس وجود كميه كبيره من الدهون؟ لا، وجود كميه كبيره من البروتينات الدهنيه وليست الدهون. اسماك البلطي تتكيف مع الضغط المائي من خلال ايه؟ اسماك البلطي عندها هيكل عظمي، عندها شوك، وعندها مثانه فيها ايه؟ بها غاز. يبقى هيكل عظمي ومثانه مملوءه بغاز. كيف يؤثر الضغط المائي على حجم المثانه الهوائيه؟ بص يا مستر، كل ما الضغط بيزيد، نكتب بقى القانون بتاع الضغط والكثافه. والضغط بيساوي ايه؟ الضغط بيساوي ايه؟ الضغط بيساوي كثافه على الايه؟ على الحجم. كل ما الضغط بتاعنا بيزيد كل ما الحجم بيقل. يبقى اذا يا مستر كل ما الضغط بيزيد كل ما المثانه الهوائيه حجمها بيقل. هات البالونه كده، اعتبر البالونه دي مثانه هوائيه. هات البالونه، مش كل ما البالونه دي كل ما امسك البالونه واضغطها بايديا حجمها بيقل معايا؟ يبقى كل ما الضغط بيزيد كل ما الحجم بيقل. كل ما اضغط البالونه حجمها بيقل، يبقى الحجم عندنا بيقل بكل حجمها. وبكده يا رجاله كنا وصلنا مع بعض النهارده لاخر حاجه في حصتنا، وكده انت سيادتك معاك الدرس السادس والدرس السابع. استنانا ان شاء الله عشان هنراجع يوم السبت اللي هو ان شاء الله موافق 26 تقريبا اللي هو بكره. هنراجع باذن الله كده مع بعض لحد امتحان شهر اكتوبر. اشوفكم في حصه جديده وحلقه جديده، والسلام عليكم.